بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة بنشرح محاضرة الكومبارتمنت سندروم، وبالأخص الليج كومبارتمنت سندروم. طبعا الكومبارتمنت سندروم ممكن تحصل في الليج، ممكن تحصل في الفور ارم، ممكن تحصل في الفوت، ممكن تحصل في الهاند، ممكن تحصل في الساي. أي كلوزد كومبارتمنت ممكن يحصل فيه كومبارتمنت سندروم. لكن الحقيقة البرنسبلز كلها ثابتة، تختلف شوية حاجات بسيطة ما بين كل سندروم وسندروم في حتت مختلفة، وهنتكلم عليها في محاضرة تانية. يعني احنا هنعمل النهارده محاضرة عن الليج كومبارتمنت سندروم، نوضع بيها اساسيات الكومبارتمنت سندروم، ونفهم بيها البرنسبل والميكانيزم بتاع الكومبارتمنت سندروم. وبعد كده المحاضرة الجاية ان شاء الله هنشرح فيها بشكل سريع ازاي نعمل فاشيوتومي في الحالات التانية بتاعت الهاند والفوت والحاجات دي. طيب، اول حاجة في الليج كومبارتمنت سندروم، الابديميولوجي بتاعها هي كومون. هي بتحصل فين؟ زي ما قلنا، في اي حته فيها مصل حواليها فاشيه، اي كلوزد كومبارتمنت. لو انت بصيت لدراعك هتلاقي في دراعك كومبارتمنت، هتلاقي فيه ماسلز قدام وماسلز ورا. من الارم هتلاقي في الفور ارم برضو فيه 3 كومبارتمنت. في كل حته في الجسم الانسان فيها عدد من الايه الكومبارتمنت. والكومبارتمنت ده معناها ان هي شويه ماسلز حواليهم كلوزد فاشيا، بالظبط زي ما احنا ايه هنشرح بعد كده. طيب، وده معنى ايه؟ معنى الكومبارتمنت. طيب الكومبارتمنت ده موست كومن لفين؟ اكتر حاجه هي الليج. كومبارتمنت سندروم اكتر حاجه فيها بتحصل في الليج. آم، ممكن تحصل طبعا في الفور ارم، ممكن تحصل في الايه في الهاند، ممكن تحصل في الفوت. لكن الليج، ثاي، الباتوكس، الشولدر، الباراسباينس ماسل، اي كلوزد كومبارتمنت ممكن يحصل فيه كومبارتمنت سندروم. لكن الليج ليها اعتبار خاص لان هي كومن جدا فيها يحصل فيها كومبارتمنت سندروم، لان هي كومن في يحصل فيها الاوبن فراكشرز والكسور التibia، من الكسور العنيفه اللي ممكن تسبب كومبارتمنت سندروم. تاني حاجة مهمة جدا إن هي الليج فيها 4 كومبارتمنت، في حين إنك أنت لو بصيت للثاي هتلاقي إن هي فيها 2 كومبارتمنت بس. أو ممكن نعتبر الدكتور برضو كومبارتمنت كمان، بس يعني الثاي حجمها مش حجم الإيه الليج. الثاي حجمها كبير، فبتساعي الإديمة والإنفلاميشن اللي بيحصل بتاع الكومبارتمنت سندروم قبل ما يحصل كومبريشن. طيب تعالوا نتكلم على الايتيولوجي بتاع الليج كومبارتمنت سندروم. ايه اللي ممكن يعمل كومبارتمنت سندروم في الليج؟ طبعا الموست كومن ايه هي الفراكشرز، احنا بناخدها علشان احنا لما بيجيلنا حالات التروما، حالات التibia، بنبقى خايفين من الكومبارتمنت سندروم، نفضل عيننا على العيان علشان ما يحصلوش كومبارتمنت سندروم. الحاجة التانية الكراش انجري، والكراش انجري معناها ان ممكن يحصل سوفت تيشو دامج يعمل كومبارتمنت سندروم من غير ما يحصل فراكشر. زي مثلا لما يكون واحد نايم في الارض مثلا وعربية دست على رجليه، الكاوتش لما بيدوس على الرجل بيفرم السوفت تيشو. السوفت تيشو دوت اللي هو ايه؟ اللي هو الماسلز. والماسلز هتحصل لها ايديما وانفلاميشن، وبعد كده يحصل ايه؟ يحصل الكومبارتمنت سندروم. وهنتكلم عن الكاسكيد دلوقتي بالتفصيل، ازاي بيتم المصل نكرو، ازاي بتوصل الكومبارتمنت سندروم الى مصل نكروزس، والكاسكيد بتاعت الايه بتاعت الايفنتس بتاعتها. طبعا الكونتيوجن، الجان شوت ووند، اي دامج للسوفت تيشو ممكن يعمل كومبارتمنت سندروم. يبقى اذا الاساس في حدوث الكومبارتمنت سندروم هو السوفت تيشو دامج، مش البون دامج. الناس بتفهم غلط ويقول لك ايه؟ يقول لك اصل هو مش مكسور. ده واحد بيكلمني من الطوارئ بيقول لي عنده كومبارتمنت سندروم، عملت له اشعه طلعت اشعه سليمه. يجي له كومبارتمنت سندروم منين؟ طبعا يجي له كومبارتمنت سندروم. لازم تنزل تبص على عيان. لو كلمك دكتور الطوارئ وقال لك انا شاكك في كومبارتمنت سندروم، حتى لو انت شايف ان دكتور الطوارئ ده عبيط وما بيفهمش ومالوش في العظم وبيهول لك الموضوع علشان بس يلبسك الحاله، انت لازم طالما سمعت كلمه كومبارتمنت سندروم دي وان اوف ذا توب امرجنسيز في العظم، فانت لازم تنزل تبص عليها. تبص عليها بقى وتاسسها، وانا اعرف دلوقتي هتاسس العيان ده ازاي. طيب ايه الاذر كوزز اللي ممكن تعمل كومبارتمنت سندروم؟ زي ما احنا شفنا هنا الفراكتشرز بتعمل كومبارتمنت سندروم وسويلنج واديما، زي ما احنا شايفين الليج منفوخه خالص. ممكن البرن لما يكون سيركمفرنشال. البرن لما يكون سيركمفرنشال بيعمل حاجه اسمها اسكر.
والاسكر دي بيبقى حاجة تايت جدا، فالتايت على تايت يعني الفاشية تايت والاسكر تايت، والإديمة والسويلنج بتحصل في الايه في المصل. فبرضه ده بيحصل ايه، بيعمل كومبارتمنت سندروم، والعيانين دول بيحصل لهم بيحصل لهم بيتعمل لهم حاجة اسمها اسكاروتومي. آم، من ضمن الحاجات اللي ممكن تعمل كومبارتمنت سندروم هو التايت كاست. والتايت كاست بنفس البرنسبل. انت القصة كلها ايه؟ قصة ان قصة بالونة بتنفخها جوه أوضة حديد. البالونه هي الماسلز، والاوضه الحديد دي هي الفاشيا او التايت كاست او الاسكر او وات ايفر. فانت القصه انك انت بتنفخ البالونه فبتزود جواها البريشر، فبالتالي انت بتضغط على الايه، على الفاسكولاريتي اللي جواها. ال- الناس اللي البوست اسكيميك، الناس اللي بيحصل لهم اسكيميا، يعني واحد مثلا عنده سوبرا كوندايلر او ني ديسلوكيشن، اتعمل حصل له ني ديسلوكيشن وحصل له بوبليتيال ارتري انجري، ودخل في اسكيميا وبالور وبارسيزيا وكل الساينز اوف اسكيميا كانت موجوده، ودخلناه عمليات بسرعه، وجبت على الفاسكولار عمل له شنط، وانت رديت الديسلوكيشن وحطيت له اكس فيكس، وبعد كده بتاع الفاسكولار قام مصلح وجايب جرافت من السافنس فين وحاططها وموصل وبتاع، وعمل ايه، وعمل الوصله بتاعته مكان الانجري بتاع البوبليتيال ارتري، يعني قطع الجزء اللي هو متعور دوت وبايظ، وعمل ايه جرافت مكانه. ودلوقتي البرفيوجن رجع تاني للرجل. البرفيوجن لما بيرجع للرجل بيعمل حاجه اسمها ري برفيوجن انجري. بيبقى فيه كتير ميتابولايتس في الأنسجة اللي هي ما بتتحركش فيها الدم دي، ولما الدم بيجي بيعمل ووش اوت للايه، للأنسجة دي كلها، فده كله بينعكس على الرجل بسويلنج وإديمة و... ويحصل كومبارتمنت سندروم لو انت ما عملتش فاشوتومي. ففي حاجه اسمها بروفلاكتيك فاشوتومي، لما بتيجي تعمل بتاع الفاسكولار بعد ما بيعمل بيصلح الفاسكولار انجري بتاعه، بيعمل بروفلاكتيك فاشيوتومي من الاول، علشان ايه؟ علشان المصل بقى تورم براحتها من غير ما يحصل ايه، ما يحصل دامج. طيب، آه الناس اللي عندهم بليدنج ديس اوردر، علشان برضو الانترا ماسكولار هيماتوماز، والناس اللي بيبقى عندهم ارتريال ايه، ارتريال انجري. من الناس اللي عندهم بليدنج ديس اوردر الناس اللي عندهم هيموفيليا، والناس اللي عندهم هيموفيليا يبقى عندهم مشكله في فاكتور 8، فعشان كده الناس دي لازم ايه، تديها فاكتور 8 على طول، لو كان ايه، لو كنت شاكك في انترا ماسكولار هيماتوما. ده قبل ما تبدا تفتح ايه وتفكر انك انت تريليز الهيماتوما دي، لازم تديله فاكتور 8 علشان توقف البليدنج. الناس اللي هم غير الهيموفيليك دي انا شفتها قريب جدا، واحد الكحوليك ليفر ديزيز، واحد بيسكر بص يا عم لغايه لما بوظ الكبد بتاعه. فالكبد لما باظ خلاص الكواجيليشن بروفايل بتاعه اتدمر تمام، ما عادش عنده بروثرومبين، فبالتالي برضو حصل له انترا ماسكولار هيماتوما، وجايب انترا ماسكولار هيماتوما ماسكه الساي كله من اوله لايه لاخره. طبعا الحمد لله مفيش كومبارتمنت سندروم، الساي بتاعته يعني حلوه تساعي من الدم 1000، يعني مفيش مشكله. بس يعني ايه انترا ماسكولار هيماتوما في عيان ما عندوش اي بليدنج ديس اوردر، بس هو عنده الكحوليك ليفر ديزيز، وعشان كده هو كان ادميتد مع دكاتره الايه البطن. آم، طيب، نيجي نتكلم بقى على الكاسكيد اوف ايفنتس. ودي بقى محتاجين، يعني دي الزتونة بتاعت محاضرة النهاردة. للأسف الناس مفكرة كومبارتمنت سندروم عام بيتكسر فيورم، فالورم ده يضغط على الشريان فالشريان يتقفل فالعيان رجله يحصل فيها اسكيميا. هي مش بالظبط كده. يعني هي دي ايفنتس، بس زي ما نكون احنا بنوصف مثلا المحطات الأساسية في دولة وسايبين بقى المحطات الفرعية، واحنا مش فاهمين القصة. لو احنا بنفهم الموضوع على المحطات الأساسية بس، يبقى احنا كده مطلوب مننا ان احنا نستنى العيان يكون ما عندوش بلس علشان نقول هو عنده كومبارتمنت سندروم. ولو عملت كده يبقى انت كده خلاص العيان ده داخل في امبيوتيشن. كون عيان الكومبارتمنت سندروم يوصل لمرحلة ان هو ما فيش بلس، دي المرحلة النهائية، ودي بنقول عليها late finding. ف... فما تستناش العيان يكون ما عندوش ايه، ما عندوش بلس. هل ينفع يبقى كومبارتمنت سندروم وعنده بلس؟ ايوه، ما هو الكومبارتمنت سندروم دي كاسكيد اوف ايفنتس.
اخرها خالص، اخر محطه في القطر، يعني انت بتمسك القطر من القاهره لاسوان، اخر محطه هي اسوان، واسوان معنى ذلك ان انت بعدها ايه؟ تقطع بقى الرجل. فانت لازم تلحق القطر من ايه؟ من اوله. طب تلحق القطر من اوله ازاي؟ هنعرف. تعالوا نتكلم الاول على الكاسكيد اوف ايفنتس. المحطات دي عباره عن ايه؟ اول محطه عندنا، اول حاجه بتحصل ان العيان دوت يحصل له تروما. فلما يحصل تروما بيحصل سوفت تيشو دامج. كانوا سواء التروما دي فراكشر، سواء التروما دي كراش انجري، سواء اي حاجه تعمل سوفت تيشو دامج. والسوفت تيشو دامج ده معناه ماسل دامج، دامج جوه الكومبارتمنت مش بره الكومبارتمنت. دامج جوه الكومبارتمنت تحت الفاشيه جوه الماسل. تمام. فلما الدمج ده بيحصل، ايه اللي بيحصل؟ السوفت تيشو ده لما بيحصل فيه دمج ايه اللي بيحصل؟ طبعا بينزف وبيحصل فيه ايديما، والايديما سببها ايه؟ سببها انفلاميشن. عندك سوفت تيشو دامج، البادي بيتعامل مع الدمج بايه؟ بانفلاميشن. طيب، لما بيحصل بليدنج ويحصل ايديما ويحصل انفلاميشن، ايه اللي بيحصل في الكومبارتمنت؟ بيزيد الانتر كومبارتمنتال بريشر. طيب، خلينا نبص على الايه، على الصور دي. اول حاجه خالص السوفت تيشو تروما دي. لو احنا بصينا هنا سوفت تيشو تروما، فالسوفت تيشو تروما بتزود ايه؟ بتزود الانترا كومبارتمنتال بريشر. فتخيل انت عندك بالونه جوه اوضه حديد، عمال ايه؟ عمال تنفخ في البالونه جوه الاوضه الحديد. انت بتملاها ميه وبتملاها ايه؟ وبتملاها دم وبتملاها حاجات. فايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل البريشر جوه البالونه بيزيد. طيب، لما البريشر جوه البالونه يزيد ايه اللي بيحصل؟ اول حاجه البريشر ده يبقى اعلى من البريشر اللي جوه الفين، او اعلى من البريشر اللي جوه الفين. لو بصينا هنا ده الفينيول وده الارتريول، فالبريشر يبقى اعلى من البريشر اللي جوه الفين. لما يبقى البريشر اعلى من البريشر اللي جوه الفين، هو الفين ده وظيفته ايه؟ الفين ده وظيفته ان هو يفضي الدم. يبقى انت عندك ارتري بيجيب الدم، والفين بيفضي الدم، بالظبط زي الحنفيه وزي الخرطوم. فالحنفية لو هنا متوصلة بالارتري ده كده الارتري، والخرطوم بيطلع هنا ايه؟ ده كده الايه؟ الفين. وتخيلوا معانا الخرطوم ده عبارة عن ايه؟ مليان خروم كده. الخروم دي كلها ايه؟ بتنفس. ده بالظبط السيستم اللي هو الارتيريو فينس سيستم. حنفية بتنزل دم، وخرطوم بيصرف الايه؟ الدم. والتصريف بالفين. وفي اخر الحنفيه طبعا، هي في اخر الخرطوم هو متوصل بالفين اللي هو بيصرف الدم بره. والخرطوم نفسه فيه خرام. الخرطوم نفسه فيه خرام. فتخيل احنا ده كده ايه؟ الخرطوم ده متوصل بالايه؟ بالفين اهو. ماشي. فانا زودت البريشر جدا على الفين، زودت البريشر هنا على الفين. واللي اللي بيحصل؟ الفين ده هيقفل. يبقى تخيل انت جيت حنفيه متوصله بخرطوم، وجيت انت سديت بوز الخرطوم من تحت خالص، فسديت الميه مش راضيه تطلع. طب الميه الحنفيه لسه شغاله، والميه مش عارفه تطلع. الميه تطلع منين؟ عندك الخروم اللي هنا دي هتطلع منها، هي اوريدي اصلا بتطلع من الاول. بس لما تيجي تسد الخرطوم من تحت، الفلو بتاع الايه؟ الفلويد اللي طالع من هنا هيزيد. يبقى اذا لما بيزيد البريشر حوالين الفينز هنا وحوالين الفينيولز هنا، ده كله ايه؟ بيتسد. فبيقل الايه؟ الفلو اللي طالع من هنا. فايه اللي يزيد؟ يزيد البرميابيليتي. فتزيد البلد اللي طالع من الاخرام اللي هي بتاعت الخرطوم اللي هي الكابيلاريز. من الخرطوم اللي هي الكابيلاريز. طب ده يعمل ايه؟ ده يزود الاديمه ويزود الايه؟ البريشر. يبقى احنا كده بنخش في فيشس ايه؟ سيركل. طيب، يبقى انت عندك البرميبيليتي هتزيد، ويحصل اكسديشن اكتر للفلويدز، ويحصل ايه؟ برفيوجن اكتر. طيب، والاديمه والتيشو تعمل ايه؟ التيشو تتخن اكبر. طيب، لما تتخن اكتر التيشو والاديمه والسويلنج تيشو، اكنك انت بتنفخ في البالونه جوه الاوضه الحديد. فيزيد الانتر كومبارتمنتال بريشر اكتر، فيضغط اكتر. طيب، هيضغط اكتر من فين؟ اي بريشر يا جماعه، اي ارتيريو فينس سيستم، لو احنا رسمنا الارتري كده ويواصل بالكابيلاريز هنا،
وبعد كده ده الفين. تمام. ولو احنا غيرنا اللون بحيث ان احنا نعرف الفرق بين الفين وبين الايه، يبقى ده كده الفين اهو، ده كده الفين وده كده الايه الارتري. طيب ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان الدم بينزل من هنا ويجي كده، وبعد كده يطلع من هنا ويطلع من هنا وينزل من هنا وينزل من هنا، وبعد كده يطلع من هنا ويطلع من هنا، وبعد كده يخش في الايه في الفين. طيب فانت بتزود البريشر على الفين وعلى الفينيولز، فبتسد الايه الماسوره او بتسد الايه الخرطوم، فالدم بيطلع اكتر من الشعيرات الدمويه دي، فبيحصل اديمه اكتر، يحصل انتر كومبارتمنتال بريشر اكتر. السيستم اللي انا رسمته ده بيمشي بضغط. السيستم اللي انا رسمته ده بيمشي بضغط. تقريبا الضغط عند نهاية الكابيلاريز هنا حوالي 10، والضغط عند بداية الكابيلاريز هنا حوالي 30. ده تقريبا الضغط في الايه في الكابيلاري سيستم. فايه اللي بيحصل؟ لما يزيد الضغط عن 10 يقفل الفينز، فالانتر كومبارتمنتال بريشر بيزيد، علشان هو بيحصل برفيوجن اكتر، سدات الخرطوم، والخرطوم عمال بيطلع ومش عارف ايه وكده، ونفس الكاسكيد اللي احنا اتكلمنا عليه، فيزيد الضغط اكتر، يبقى بدل 10 بقى ايه، بقى 20، يقفل لك الحته دي، ويزيد البريشر اكتر، ويزيد الانتر كومبارتمنتال بريشر اكتر، ويزيد مش عارف ايه اكتر 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 اكتر، فيحصل ايه، يقفل لك الحته دي كمان، بقى انتر كومبارتمنتال بريشر اكتر من 30 ملم ميركوري، يقفل لك، يبقى قفل كل الكابيلاريز، وهنا يقل التيشو برفيوجن، وهنا التيشوز تقل. طبعا كل ده لسه شغال مين؟ الارتري. الارتري الضغط فيه مثلا 120 80. تمام. فاحنا الدايستوليك عشان تمنع الارتري خالص انت محتاج توصل لايه، لغايه ايه، لغايه الارتريال بريشر. ده سيستوليك ودايستوليك. فانت الضغط بتاعك في الانتر في جوه الكومبارتمنت لو وصل لدرجه ان هو قفل كل السيركوليشن بتاعت الكابيلاريز، فهنا يبدا يحصل ان هو ايه، يقل البرفيوجن بريشر بتاع العيان، او يقل الكابيلاري برفيوجن. فلما يقل الكابيلاري برفيوجن ايه اللي بيحصل؟ يحصل سيلولار نيكروزس، يبدا الايه الخلايا تموت، ما هي ما بيجيلهاش دم. طب لما الخلايا تموت هتعمل ايه؟ هتخش في نفس الفيشس سيركل. ايه نفس الفيشس سيركل؟ اللي هي برضو يحصل انترستيشال ايديما مع نيكروزس واسكيميا، ويحصل ايه، يزود الانتر كومبارتمنتال بريشر تاني. يبقى اذا احنا بنخش في فيشس سيركل من كذا اتجاه. اول الاتجاه ان هو قصه الايه، قصه زياده البرفيوجن من الكابيلاريز، وبيزود التشو اديما، زياده الايه البريشر جوه الايه، جوه الكابيلاريز. تاني حاجة لما بيقل البرفيوجن بقى خالص، مع ان البريشر بيزيد اكتر واكتر اكتر، يقوم قافل كل الايه، كل السيركوليشن زي ما احنا قلنا، هو بيروح في هذا الايه، في هذا الدايركشن. يبقى احنا لو بصينا كده على الدايركشن ده، ده يقفل، ده يقفل، ده يقفل، ده يقفل، ده يقفل بالترتيب. فخلاص قفل كل الكابيلاري برفيوجن، يبدأ يحصل الماسل نيكروسس. وهنا الانسيدنس بتاع الماسل نيكروسس ممكن جدا يبدأ قبل ما يبقى الايه الارتري مقفول تماما. يزيد البريشر، يزيد البريشر لغايه لما يقفل بقى الارتري، وهنا بقى ما يبقاش فيه بلس خالص. بس طبعا ده كله بيبقى ليت فايندنج كده، انت بتتكلم في امبيوتيشن بقى، خلاص الموضوع ايه، الموضوع خرج ايه بره ارادتنا. انت مطلوب منك ايه؟ مطلوب منك انك تلحق العيان وهو لسه في الستيب الاولانيه دي، اللي هي دي، وهو لسه بيضغط على الفين، على الفين قبل ما يقفل البرفيوجن اللي جوه الكابيلاريز. لان طول ما البرفيوجن ده شغال، طول ما الانسجه بيجي لها دم، طول ما الانسجه ايه، عاليه حيه، يبقى انت لما لو حافظت على الفلو الاخضر ده، لو حافظت على الفلو بتاع البلد الاخضر ده، يبقى انت كده بتحافظ على ايه، بتحافظ على الحياه في الانسجه بتاعتك، بتاعت الكومبارتمنت. لو حصل ان الفلو ده وقف، وكل ده الضغط زاد جدا لدرجه ان هو وقف كل الكابيلاريز، هنا يبدا الايه البرفيوجن يقل، وهنا نبدا نخش في الماسل نيكروسس. طيب
وهنا بقى ايه، اول ما بيحصل ماسل نيكروزس دي مرحله اللا عوده. ليه؟ لانك حتى لما تعمل فاشيوتومي وتلحق رجل العيان، ماسل نيكروز ده بيهيل بكونتراكشر وبيحصل ديفورميتي. اه العيان بيبقى عنده رجل، بس الرجل دي بتبقى ديفورمد وبيبقى فيها فولكمان اسكيميك كونتراكشر وحاجات كده هنتكلم عنها دلوقتي. طيب ده كده الكاسكيد بتاعت الايه الايفنتس اللي بتحصل في الايه في الكومبارتمنت سيندروم. طيب لو احنا رجعنا تاني للسلايد الاولانيه اللي هي موجوده في اورثوبوليت كده، احنا فهمنا اول حاجه بيحصل تروما وسوفت تيشو ديستراكشن. تروما وسوفت تيشو ديستراكشن، الانسجه بتنزف، بتنزف وتورم. فلما تنزف وتورم يزيد ايه؟ يزيد الانترا كومبارتمنتال بريشر. والانترا كومبارتمنتال بريشر هو بيزود معناها الانترستيشال بريشر. والانترستيشال بريشر معناها الايه؟ معناها البريشر اللي هو حوالين الايه الخلايا. طبعا يحصل فاسكولار اكلوجن. وهنا كلمه فاسكولار اكلوجن احنا كده بقى فهمنا الفاسكولار اكلوجن بيتم ازاي. بيبدا من عند الفين، حلو، وبعد الفين يبقى الكابيلاريز، ودي ممكن تزودها كده بايه بايديك. تمام، بعد الايه الفين يقفل الايه يقفل الكابيلاريز. لو عاوز تظبط الحته دي يبقى انت بتقول بعد كده بتديكريز الفينس اوت فلو. بعد كده بتعمل سهم كده وتقول ان ده بيزود البريشر جوه الكابيلاريز، الكابيلاريز بريشر، فبيزيد الاكسوديشن او الايه او البرفيوجن، فبيزيد الاديمه تاني. وبعد ما بيزيد الاديمه يقفل الكابيلاري برفيوجن، يقل الكابيلاري برفيوجن. لما يقل الكابيلاري برفيوجن يحصل ايه؟ يحصل النيكروز. يبقى انت عندك لوكال تروما سوفت تيشو ديستراكشن، يحصل بليدنج واديما، والبليدنج والاديما يزودوا الانترا كومبارتمنتال بريشر، تنفخ بالونه جوه ايه؟ جوه اوضه حديد، يزيد البريشر جوه البالونه. فالبالونه ماشي جواها ايه؟ جواها ايه؟ الارتري والفين وما بينهم الكابيلاريز. يزيد البريشر جوه الايه البالونه لغايه لما يبقى اكتر من الايه من الفين اللي هو حوالي 10 ملم ميركوري. فبيزيد البريشر حوالين الفين، الفين يتقفل. طب بعد كده انت كده قفلت الخرطوم، فالخرطوم هيزيد البريشر جواه، يبدأ ينفس من حواليه او ينفس من الاقرام اللي في الخرطوم اللي هي الكابيلاريز، يبدأ الإديمة والسويلنج والتيشو سويلنج يزيد، فبيخش في فيشس سيركل. يزيد البريشر جوه الانتر كومبارتمنتال بريشر، بدل ما كان 10 هيبقى 15، هيبقى 20، هيبقى 30. يفضل يقفل 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 في كل الايه في كل الكابيلاريز اللي موجوده ما بين الارتري والفين، لان البريشر هنا قلنا بدايته 30 وهنا بدايته اخره 10. وبالتالي يبدا يقفل في هذا الدايركشن. طول ما هو بيقفل خلاص هو كده بيقلل الكابيلاري برفيوجن، كده بيوقف الايه بيوقف التغذيه اللي رايحه للايه للانسجه، كده بيحصل تيشو نيكروزس، وبالتالي العيان يخش في ماسل نيكروزس. والماسل نيكروزس بعد كده الاديمه لما والبريشر يزيد اكتر يقفل الارتري كمان. ولما بيقفل الارتري كده بيبقى فيه اكيوت اسكيميا. طبعا لما بيوصل لمرحله ان هو قفل الارتري بيكون اصلا المصل نيكروزس بدا اوريدي. مش زي الاسكيميا يا جماعه ان بنقفل الارتري الاول وبعد كده يحصل نيكروزس، مش زي مثلا ما يحصل ارتريال انجري. لا، ده الكاسكيد بتبقى بالايه من تحت لفوق. يعني الكاسكيد بتيجي من السوفت تيشو للارتري، مش من الارتري للسوفت تيشو. ودي الايه الفكره والفرق الجوهري ما بين الكومبارتمنت سندروم والاسكيميا. طيب. طيب دي الكومبارتمنت سندروم زي ما قلنا، اول حاجه بيحصل فيها سويلنج، بيزيد التيشو سويلنج عشان الانفلاميشن، وبعد كده يبدا يحصل بلاد فيزل كومبرومايز. وهنا وقليل جدا الكتب اللي هتبقى شرحه لك الكاسكيد دي بالتفصيل كده. يعني دايما هو يقول لك بلاد فيزل كومبرومايز. ايه بقى اللي حصل في البلاد فيزل لا مؤاخذه؟ ما انتش عارف. طب هو البلاد، في ناس بتتصور بلاد فيزل كومبرومايز يبقى اذا الارتري المين ارتري اتقفل، ويرجع يقول لك في الايه في التريتمنت او في الدايجنوزس ما تستناش لغايه لما ما تحسش بلس. طب ما هو البلس دي تاني خطوه على طول. لا، هي مش تاني خطوه، هي اخر خطوه في الحياه. هي اول خطوه الفين هو اللي اتقفل، وبعد كده الكابيلاريز تتقفل، وبعد كده الارتري يتقفل.
وهي بالتدريج، وما بيحصلش من الاول خالص. ده لازم الكومبارتمنت بريشر يزيد جدا 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 عشان يقفل لك الارتري، لان الارتري البريشر جواه سيستوليك ودايستوليك. الدايستوليك اقل حاجه، الدايستوليك فيه 80 مثلا او 60 او 70، فانت محتاج الكومبارتمنت بريشر يتعداه. تمام. طيب، بعد ما الكومبارتمنت بريشر زاد وحصل فيزل كومبرومايز، بيبدأ يحصل الاسكيميا والنكروزس، والاسكيميا والنكروز تعمل ايديما اكتر، والايديما اكتر تعمل ايه؟ سويلنج اكتر، والسويلنج اكتر يزود انتر كومبارتمنت بريشر، تخش في فيشس ايه سيركل. من ضمن الحاجات المهمة اللي احنا هنتكلم عنها قصة الدلتا بريشر. والدلتا بريشر هي الفرق بين الدايستوليك بلاد بريشر والانترا كومبارتمنتال بلاد بريشر. يعني ايه؟ يعني البريشر هنا، دي كده الماسلز اهي، احنا دلوقتي جوه الايه، جوه الكومبارتمنت. تمام. فهي الفرق ما بين البريشر جوه الكومبارتمنت هنا والدايستوليك بلاد بريشر هنا. ليه؟ لان الفرق ما بين البريشر ده والدايستوليك بلاد بريشر ده والبريشر جوه الانتر كومبارتمنتال بريشر، ده اللي هو بنسميه البرفيوجن بريشر. وده الفرق ما بين الضغط الخارجي والضغط الداخلي، يعني قوة دفع الدم وقوة ضغط الكومبارتمنت. الفرق ما بينهم هو ده اللي بيقول لنا هل بيحصل برفيوجن للتيشوز ولا لا. لما الضغط ده يقل، الفرق ده يقل، الفرق يقل معنى ذلك الكومبارتمنت بريشر عالي جدا، ومعنى ذلك ان ايه؟ ان مفيش برفيوجن كويس. لما الفرق يزيد معنى ذلك ان في برفيوجن كويس. بالعقل، انا بطرح الدايستوليك براد بريشر اللي هو الكبير، اللي هو قوة ضخ الدم، من قوة الضغط جوه البالونة. تمام. يبقى اذا المحصلة ما بين الرقمين دولت هتبقى ايه؟ هتبقى تدينا فكرة عن كمية الدم اللي بتطلع في الأنسجة. وده اللي يهمنا، اللي يهمنا البرفيوجن بتاع التيشوز، مش اللي يهمنا انك انت يبقى اديمه او سويلنج او مش عارف. ممكن ما تورم زي ما هي عايزه، ايه المشكله يعني؟ تورم، بس اهم حاجه تكون حيه، ما تكونش الورم ده بيقفل لي الارتري جوه، وبيقفل لي بيقفل لي الفين جوه والكابيلاريز جوه، وبيمنعني الايه، وبيمنعني التيشو دول ان هو يتغذى، وبالتالي الكومبارتمنت بدل ما هيحصل له سويلنج بس، هيحصل له سويلنج وكمان وايه ويموت. طبعا ريسك فاكتور زي ما قلنا الديافيزيال فراكشر، لان الديافيزيس او الشافت بتاع البون هو اللي بيبقى حواليه المين ماسل ماس، اكتر طبعا من البروكسيمال والديستال. الجزء بتاع اليونج ايج طبعا عشان الانسيدنس والتروما فيهم اكتر. اوبن فراكشر علشان اللي بيعمل اوبن فراكشر دي سيجنيفيكانت او هاي انرجي تروما، فهي بتعمل دامج للسوفت تيشو كتير. مش معنى ان هو مفتوح يبقى اذا الكومبارتمنت اوتو ريليزد او حصل له فاشيوتومي اوتوماتيك، لا خالص. انت لما بتفتح الايه، لما بتعمل اوبن فراكشر، انت ممكن يبقى عندك بنكشر ووند بس في حته واحده، او ممكن يبقى عندك فتحه 5 سم 6 سم في حته واحده، بس الحته دي ممكن ما تبقاش كل الكومبارتمنت، ممكن تبقى كومبارتمنت واحد بس هو اللي مفتوح، والباقي كله لسه كلوزد، ويحصل فيهم اديمه، ويحصل فيهم نكروز، وحصل فيهم دامج من التروما. فانت لازم تاخد بالك الاوبن فراكشر مش معنى ان هو عنده اوبن فراكشر يبقى ما يجيلوش كومبارتمنت سندروم على الاطلاق، بل بالعكس اوبن فراكشر ريسك فاكتور. طبعا لما يكون كوميونيوتد فراكشر ده بيزود الانسيدنس والهاير بي ام اي. طيب بالنسبه للهاير بي ام اي في البيدياتريك بيشنت ريسك فاكتور لسببين. اول سبب ان هو لما يكون رجله ملحمه وتخينه كده، انت ما بتاخدش بالك من السويلنج. تمام. يبقى ده ممكن يمسك السويلنج. دي حاجة. الحاجة التانية مع الهاير بي ام اي، العيل اللي ايه ما شاء الله مربرب كده وحلو، ده علشان يتكسر محتاج تروما محترمة. فيبقى كده انك انت عشان العيان ده يخش ويجي لك الطوارئ مكسور رجله، ده كان في هاي انرجي تروما. وهاي انرجي تروما يعني ايه؟ يعني مون ميجور سوفت تيشو دامج. وده السبب ورا ان الهاير بي ام اي
خاصة في البيدياتريك بيشنت، ده يعتبر ريسك فاكتور. طيب، نيجي بقى للاناتومي. طبعا رسمة الكومبارتمنت زي ما قلناها قبل كده مهمة جدا جدا جدا، ولازم يا جماعة نكون بنعرف نرسمها. فاحنا هنرسمها الأول، وبعد كده هنمشي في ايه، هنمشي في السلايدز تاني. طيب خلينا نجيب الايه الوايت بورد. لما نيجي نرسم يا جماعة الكومبارتمنت بتاعت الليج، الرسمة دي مهمة جدا جدا جدا. يعني على مستوى الاف ار سي اس بيسألوها كتير جدا، وبيحبوا انك انت ترسمها لهم في الايه اللجنة. وعلى مستوى فهمك للحدث وللكومبارتمنت سندروم مهم جدا ان تبقى عارف كل حاجة فين. فانت اول حاجة بترسمها ايه؟ بترسمها التibia والفيبولا. ترسم التibia والفيبولا ازاي؟ مثلثين. ترسم مثلث كده للايه للتibia، وتقوم شادد خط من قاعدته كده، وتعمل مثلث ثاني مقلوب للايه للفيبولا. دي كده التibia والايه والفيبولا. الرسمة التانية لازم تحدد فين السبكوتينيوس بوردر بتاعه. السبكوتينيوس بوردر بتاع التibia، لو احنا رسمنا التibia اهي كده بالكنال بتاعتها اهي، السبكوتينيوس بوردر بتاعها هنا. دايما ده بيبقى ايه؟ ده بيبقى بيبقى سبكوتينيوس بوردر، بيبقى ميديال بوردر. طيب، بعد كده هتيجي السكن عشان ده سبكوتينيوس، فهتمشي السكن بتاعك حوالين الايه سبكوتينيوس بوردر قريب منه، وبعد كده ترسم دايرة كبيرة كده. بس اهم حاجة انك انت هنا ما توسعش، ما تقعدش ترسم دايرة كده، لا غلط. ارسم الدايرة مظبوط. علشان ايه؟ علشان ما تلخبطش في قصة السبكوتينيوس بوردر. الزيت الجديد ده. طيب، نيجي بقى نقسم الكومبارتمنت. انت عندك ايه؟ عندك اول حاجه لاترال كومبارتمنت، دي سهله، ادي لاترال كومبارتمنت، دي الفيبولا اهي، ودي التibia اهي. فانت اللاترال كومبارتمنت بتاخدهم كده. دي كده ايه اللاترال كومبارتمنت. وعندك في الانتيريور كومبارتمنت، خلاص الانتيريور كومبارتمنت فوق. وعندك في الايه السوبرفيشال والديب كومبارتمنت. في السوبرفيشال والديب كومبارتمنت بتقوم منصف الخط ده اهو، زي كده اهو، وموصل ده هنا بالظبط كده. يبقى دي كده ايه anterior compartment. في lateral compartment، يبقى كده هنا ده ال anterior compartment، وده كده ال lateral compartment، وكده ده الديب posterior، وده كده الايه السوبرفيشال posterior compartment. هاتك واحد برضه احسن. فتاني هترسم مثلث، وبعدين خط، وبعد كده مثلث تاني او دايرة تانية، وخلاص ماشي. وبعد كده ترسم دايرة تبدأ من السبكوتينيوس بوردر اللي هو ده. ده السبكوتينيوس بوردر، السبكوتينيوس بوردر. ودي كده تبقى التibia، ودي تبقى الفيبر. عايز ارسم اللاترال كومبارتمنت يبقى خط كده وخط كده. وعاوز الانتيريور كومبارتمنت، خلاص الانتيريور كومبارتمنت اهو، وده كده اللاترال كومبارتمنت اهو. وبعد كده تجيب بوستيريور والايه سوبرفيشال، بس تخطط تلصص الخط ده، وتقوم جاي كده. يبقى عندك هنا اللي هو السوبرفيشال بوستيريور، وهنا الديب بوستيريور. طيب، النقطة التانية أو المرحلة التانية في الرسمة إنك أنت تعرف الماسلز وتقسيمتها. الموضوع سهل وبسيط، سهل وبسيط جدا. أول حاجة عندك إنك أنت تعمل anterior compartment و posterior compartment. فلو أنت خدت مثلث كده وعكست المثلث تحت، يبقى أنت كده خلصت الماسلز. طب أخلص الماسل إزاي؟ تعال نغير اللون. اول حاجه عندك هنا هي هتبقى التيب اند. تخيل احنا عندنا الرجل بتاعه العيان، ده كده الايه الميديال صح؟ مش احنا هنا كده الميديال وده كده اللاترال. فانت عندك الفوت بتاعه العيان ده، المفروض ان هي ازاي؟ ان هي البيك تو كده، والصوابع الصغيره بتاعته كده.
دي كده الفوت بتاعت العين، وانت باصص على الايه، واخد كات سيكشن على الليج كده، وبتبص من ايه، من فوق. فاول حاجه عندك بيجي فيها هنا ايه، التندون اللي بينسرت هنا في الفوت هو التيبياليس انتيريور، يبقى دي كده التيبياليس انتيريور. وبعد كده بيبقى ايه، بيبقى الهالوكس، يبقى كده ايه الايه الاكسنسور هالوشس لونجس. وبعد كده الايه السارتوز، يبقى كده الاكسنسور ديجيتورم لونجس. ده كده ترتيب الماسلز اللي موجود في الانتيريور كومبارتمنت على حسب ترتيب التندونز في الليج. تibia انتيريور هي الاول، بعد كده الاكسنسور هالوشس لونجس، بعد كده الاكسنسور ديجيتورم لونجس. وبعد كده بنتكلم على ايه، بنتكلم على البوستيريور كومبارتمنت. البوستيريور كومبارتمنت في شويه ايه، شويه معكوس، اللي هو الديب بوستيريور كومبارتمنت. طبعا السوبرفيشال هنا في عندنا البرونياس لونجس والبرونياس بريفس، وافتكر دايما ان الصغيره مستخبيه ورا الكبيره، الصغيره مستخبيه ورا الكبيره. يبقى دي كده ايه، البرونياس لونجس والبرونياس بريفس. وبعد كده بنتكلم هنا في السوبرفيشال كومبارتمنت. السوبرفيشال كومبارتمنت عارفين ان هو مصل كبيره اسمها السوليوس، وبعد كده التو هيدز بتوع الايه، بتوع الجاستروكنيميوس. يبقى دي جاستروكنيميوس ودي جاستروكنيميوس، ودي كده السوليوس. اللي بيلخبطنا دايما هو الديب بوستيريور، اللي بيلخبطنا الديب بوستيريور. اول حاجه عندك التبياليس بوستيريور هي في المثلث، التبياليس بوستيريور في المثلث. وبعد كده الفليكسور ديجيتورم والفليكسور هالوشس. فالفليكسور هالوشس هيجي من هنا، وبعد كده الفليكسور ديجيتورم هنا. تقول لي ازاي وليه، انا ما اعرفش. هي التبيانس بوستيريور في النص، فليكسور ديجيتورم على الناحيه الميديال، والفليكسور هالوشس على الناحيه الايه، اللاترال. بس كده يبقى كده خلصنا الايه، خلصنا رسمه الكومبارتمنت. يبقى لازم تتدرب عليها يا جماعة، وترسمها مثلثين، تشد خط، وبعد كده خط فوق وخط تحت. بعد كده ايه البورنيوس بريفيس ولونجس، وتقسم الايه الكومبارتمنت بتوعك. موضوع ايه، موضوع سو سيمبل. عايز ترسمه بسرعة اهو، ادي مثلث، ادي مثلث، ادي الدايرة بتاعتنا. بعد كده ده اللاترال كومبارتمنت، وده كده الايه البوستيريور كومبارتمنت والانتيريور كومبارتمنت. بعد كده ترسم مثلثين، يبقى انت كده خلصت. انت كده حرفيا خلصت الايه، خلصت الرسم. طبعا بترسم هنا عشان الانترال بتاعه، وبعد كده بتقسم الايه المصل. عندك سولياس، وعندك اتنين جاستروكنيميوس. طيب، تعالوا بقى نرجع للايه، للبرزنتيشن بتاعنا. اول حاجه عندنا هي الانتيريور كومبارتمنت. زي ما قلنا الانتيريور كومبارتمنت هي اللي مسؤوله. طبعا الرسومات يا جماعه ممكن تختلف شويه ما بين الايه، ما بين الصور. فالرسمه اللي احنا رسمناها دي شكل مبسط، شكل توضيحي، لكن مش شكل اناتوميكال. تمام. الفانكشن بتاعت الانتيريور كومبارتمنت، التيبياليس انتيريور، الاكسنسور هالوشيس، الاكسنسور ديجيتورم، الحاجات دي كلها بتعمل ايه، بتعمل دورز فليكشن للفوت والانكل. دورز فليكشن للفوت والانكل. تيبياليس انتيريور، اكسنسور هالوشيس، اكسنسور ديجيتورم. في بقى عضله صغيره خالص اسمها البرونيوس تيرشس، ودي ما تظهرش عندك في الكات سيكشن، لان الاوريجن بتاعها تحت خالص في الديستال تيبيا. فعشان كده آه، وهي ايه، وهي الناس بتفكر ان هي تبع البورنياي، برونياس لونجاس وبرونياس بريفيس. لا، هي برونياس تيرشس دي في الانتيريور كومبارتمنت، وكلهم الكومبارتمنت ده كله سبلايد بنفس الارتري، بنفس الفين، بنفس الايه، بنفس النيرف. ايه النيرف اللي عندك ماشي في الكومبارتمنت سندروم الانتيريور كومبارتمنت؟ اللي ماشي في الانتيريور كومبارتمنت عندك الايه، الديب برونيال نيرف، وعندك الانتيريور تيبيال ارتري. الديب برونيال نيرف والانتيريور تيبيال ارتري اللي هم دولت ماشيين فين، ماشيين ورا الايه، ورا التبياس انتيريور هنا كده، ورا الفليكسور هالشوس لونجس. بقت مين ما بين التبياس انتيريور والفليكسور ايه، وفليكسور هالشوس. طيب، بعد كده اللاترال كومبارتمنت زي ما قلنا، الايه البريفيس ورا، واللونجس ايه قدام. البريفيس مستخبيه ورا الايه، ورا اللونجس. طيب، الفانكشن بتاعت الايه، بتاعت الفيبولاريس او البرونيوس لونجس وبريفيس ايه، الفانكشن بتاعتهم ان هي تعمل ايفيرشن للفوت، تعمل ايفيرشن للايه، للفوت، تعمل الفوت تلفها الايه لبره كده. ومع الايفيرشن ده بتعمل بلانتر فليكشن. طبعا ممكن ايه النيرف اللي ماشي فيها، النيرف هنا بقى ما فيش ارتري،
هنا مشكلتها الكومبارتمنت سندروم في اللاترال هو ما فيهوش ارتري. اللي فيه ايه، اللي فيه نيرف سوبرفيشال بيرونيال نيرف، فهو ممكن يأفكت السوبرفيشال بيرونيال نيرف فقط، والعيان ما يفقدش، ما يبقاش فيه مشكلة ايه ارتريال. يعني هو طبعا اللي بيحصل على مستوى الكابيلاريز، وبرضه بيحصل ماسل نيكروز وكل حاجه، بس انت ما عندكش ارتري تحسه تقول ان الارتري ده اتقفل مثلا مؤخرا او ليت فايندنج. مش زي الانتيريور كومبارتمنت بتحس الدورزال سبيدز، او زي البوستيريور كومبارتمنت بتحس التبيال، البوستيريور تيبيال. اللاترال كومبارتمنت ما فيهوش نيمد ارتري، بس فيه طبعا كابيلاريز وبلاد سبلاي. والكومبارتمنت سندروم ده باثولوجي على مستوى الكابيلاريز. فبالتالي الايزوليتد لاترال كومبارتمنت سندروم would only affect the superficial peroneal nerve كنيرف، بس برضه هتأفكت السيركوليشن، وهتحصل ماسل نيكروزس، وهتحصل زي ما بتحصل اي كومبارتمنت سندروم. فلازم ناخد بالنا من النقطة دي يا جماعة. ده مش معناه ان هي ما بقيش فيها ماسل دامج، لا، هيحصل فيها ماسل دامج، يحصل فيها ماسل نيكروزس، يحصل فيها كونتراكشن، يحصل في كل حاجه. بس ما تستناش كليت فايندنج انك تلاقي بلس اختفى، مفيش بلس هيختفي فيها. طيب، الديب بوستيريور كومبارتمنت زي ما احنا عارفين ان هو فيه التبياليس بوستيريور، الفليكسور ديجيتورم، والفليكسور ايه، والفليكسور هالوس، زي ما احنا شايفين اهو. التبياليس بوستيريور في النص، الديجيتورم في الناحيه الميديال، والفليكسور هالوس في الناحيه اللاترال. دي بتعمل كده، تلاقي فيه البيك تو هنا، والفليكسور ديجيتورم كده هتلاقي فيه الليسر توز هنا. تمام. يبقى انت عندك الوظيفه بتاعته مين هي ايه؟ طبعا اللي ماشي هنا في مين ماشي هنا بقى، البلاد فيزيت اللي ماشيه مين، البوستيريور تيبيال ارتري، والايه، الفين بتاعه، والايه، النيرف. طيب، نيجي نتكلم على السوبرفيشال بوستيريور. السوبرفيشال بوستيريور في عندك الجاستروكنيميوس والسولياس، ومعاهم عضله رفيعه خالص اسمها البلانتيرس. جاستروكنيميوس والسولياس الوظيفه بتاعتهم البلانتر فليكشن بتاع الفوت والانكل. وزي ما قلنا، احنا قلنا الديب بوستيريور وده السوبرفيشال بوستيريور، اتكلمنا عن اللاترال، واتكلمنا كده على الايه، على الانتيريور. طيب، نيجي نتكلم في البرزنتيشن. العين بتاع الكومبارتمنت سندروم ده بيجي لنا عامل ازاي؟ اول سيمتوم يا جماعه على العيان دي بين اوت اوف بروبورشن تو ذا كلينيكال سيتويشن. الحقيقه القصه دي قصه فيج ومخيفه وصعبه، وبعض الاحيان مستحيله. يعني ايه الكلام ده؟ لما يجي لك عيان مكسور، عيان ادلت واعي، عيل مثلا 20 سنه كده ولا حاجه، كان بيعمل امباليه بالمكنه، موتوسيكل، والموتوسيكل وقع وجاب فراكشر تibia. زي 50% من الايه، من العيانين فراكشر تibia اللي بيوصلوا للمستشفيات اللطيفه بتاعت مصر. فهو الباشا بايه، جاي واعي صاحي، ما عندوش اي حاجه خالص، هو ايزوليتد تروما للليج، الموتوسيكل وقع على رجله. فالعيان دوت انت متوقع عنده كلوزد فراكشر، الحمد لله ما فيش اي اوبن فراكشر ولا اي حاجه. فانت بتعمل له ايه؟ بتشده شويه وتحط له اباف ني باك سلاب وبتحجزه. طيب، جميل. وبتحجزه اندر اي اوبزرفيشن علشان ايه، تحطه على الليسته بتاعت بكره او بتاعت بعده او وات ايفر. المهم العيان دوت محتاج ايه، عمليه ان هو تحط له ايه، انترا ميدلري نيل. المتوقع من عيان زي ده ايه؟ عنده سمبل فراكشر. عنده سمبل فراكشر، متوقع ان هو انك انت بعد ما ترده وتحطه في الجبيره وتديله شويه مورفين، يهدى وينام. لو كلمتك الممرضه بقى طول الليل، العيان ده مثلا داخل على الساعه 6 او 7 المغرب، حلو، العيان ده المفروض ايه، على الساعه 12 بالليل يكون نايم، او الساعه 1 بالليل بيكون نايم. كلمتك الممرضه طول الليل، الحق العيان كل شويه عايز ايه، عايز مسكن. العيان ده كل شويه عايز مسكن. العيال اللي انتوا مطلعينه لي ده، ربنا ينتقم منكم، ده مش منيمني الليل، ده مطلع عينيا. الممرضه كل شويه عماله تزن عليك وانت في الطوارئ تحت. فانت متوقع ايه من عيان زي ده؟ متوقع العيان دوت ان هو ياخد
ياخد جرعة مورفين ولا جرعتين مورفين وينام. انما العيان لو قعد بدل ما يطلب جرعة واحدة طلب 10 جرعات او 15 جرعة، وكل شوية عاوز مورفين عاوز مورفين وعمال يصوت يا رجلي يا رجلي يا رجلي، ده بقى الاوت اوف بروبورشن. وهنا بقى الايه الموضوع بيتوقف على ايه السنس الكلينيكال بتاعك والخبرة بتاعتك. انت متوقع ايه من عيان عن خبرتك في مواجهة هذه الكسور، وايه اللي بيحصل قدامك دلوقتي؟ تخيل مثلا عيان عنده فور ارم فراكشر، بوز بول فور ارم، فانت عملت له تراكشن وحطيت له اباف قلبه باك سلاب كويسه وماسكه وعامل له ارم سلينج، والعيان ما بيتحرك. المفروض العيان ده ما يحسش بوجع، يعني طالما انت شديته شده كويسه وحطيته اباف قلبه باك سلاب ومريح له دراعه وخد له الانالجيزيا كويسه بعد الريدكشن، المفروض العيان ده ما يحسش ما يحتاجش حاجه تاني. انما لو فضل يصوت ويتوجع ويطلب فيه، اللهم الا بقى لو عيان ادكت، دي حاجه تانية، دي بقى دايليما في الدايجنوزس، دي بقى الدايليما في الدايجنوز. لو عيان في ادكت انت فعلا مش تبقى عارف ان العيان ده عنده ولا ما عندوش، مفيش قدامك غير انك انت تقيس الكومبارتمنت بريشر بتاعه عشان تتاكد. طيب، طبعا البين اوت اوف بروبورشن طبعا ديفيكالت جدا لو جالك العيان اصلا سيديتد وانتيوبيتد وفي الريسوسيتيشن روم، العيان دوت ايه بولي تروما ومتنيل ب 60 نيله ومش هينفع نفوقه دلوقتي، فهو اوريدي واخد ايه، واخد بريفان او واخد حاجه منيماه، فطبعا ايه مفيش بين، هو اندر انستيزيا، هو اكنك بتعمل له عمليه دلوقتي. فاللي اندر انستيزيا دوت ما تستناش ان هو يقول لك بين اوت اوف بروبورشن او اخد انالجيزيا، ما فيش الكلام ده. فاذا هنا بقى مهم جدا الايه الكلينيكال اكزامينيشن بتاعك. الناس التانية الصعبين هم الاطفال، لان الاطفال ما بيعبرش. لو عيل صغير بامبينو خالص صغنون كده ايه ما بيتكلمش، فده ما بيعبرش، هو بيقعد يعيط بس، هو بيعيط علشان اي حاجه، ممكن بيعيط عشان ياكل، مش بيعيط بس عشان الالم، ده بيعيط اصلا عشان ياكل. فهو وسيله التعبير بتاعته هي العياط في اي حاجه في حياته. فانت مش هتعرف اذا كان بقى بيعيط عشان اكل ولا بيعيط عشان بين ولا بيعيط عشان ايه. برضه هنا يرجع للاكزامينيشن بتاعك. طيب لازم، بس هو القصه هنا في بين اوت بروبورشن هي كومون سنس. كومون سنس، العيان شكل كسره عامل ازاي، العيان اموبلايزد ولا لا، العيان مردود كويس ولا لا، حاجات كتير جدا هي اللي ايه بتحدد كلمه الكلينيكال سيتويشن دي. طيب نيجي نتكلم في الفيزيكال اكزامينيشن. طيب انا دلوقتي عيان انا مش مطمن له، هو العيان عمال ياخد ايه، ياخد مسكنات كل شويه مسكنات كل شويه والممرضه مصدعاني. طيب تعالى اطلع شوف العيان ده، انا هطلع اعمل ايه؟ هطلع اول حاجه هبص على رجل العيان اشوف السويلنج. لو لقيت العيان ما فيهوش سويلنج خالص، تمام، يبقى انا كده يعني بوكس عملت عليه علامه او نص علامه. بس ناخد بالنا من قصه السويلنج في حاجه، ان احنا عندنا حاجه اسمها الديب بوستيريور كومبارتمنت، هو اصلا لو حصل فيه كومبارتمنت سندروم بدا يحصل فيه سويلنج انا مش هشوفه. اه مش كومون، مش ده كومون سيناريو بس بيحصل. وعشان كده السويلنج مش 100% لازم تكون الساين اللي انا مستنيه ان انا اشوفها في العيان دي. طيب انا دلوقتي ببص على السويلنج، ببص على البلس اتاكد ان العيان لسه فيه بلس والدنيا كويسه. بعد كده بعمل ايه، بعمل باسيف استريتش للكومبارتمنت اللي انا شاكك فيه. لو انا شاكك انتيريور كومبارتمنت، وده بقى الفايده من ان احنا خدنا الاكشن بتاع كل كومبارتمنت. فانت بتعمل ايه لو انت شاكك في الانتيريور كومبارتمنت؟ الانتيريور كومبارتمنت وظيفته ايه، وظيفته ان هو يعمل الحركه دي. لو انت شايف الفوت اهي، لو انا شايف الفوت اهي، الفوت لما تعمل دورز فليكشن كده، يبقى ده الايه الوظيفه بتاعه الكومبارتمنت. انا عايز اعمل لها ستريتش، اعمل ستريتش اعمل ايه، اقوم ده جايبها لتحت. تمام، يبقى انا ايه بعمل ستريتش للايه للاكستنسور. اعمل ايه، اعمل فليكشن. لو انا شاكك في البوستيريور كومبارتمنت، البوستيريور كومبارتمنت عندي هي السولياس والجاستروكريمياس اللي هم اصلا بيعملوا بلانتر فليكشن للانكل. يبقى انا لازم عشان اعمل استرتش ليها اعمل ايه، اعمل دورز فليكشن. يبقى انا بعكس الاكشن بتاع الكومبارتمنت اللي انا شاكك فيه عشان اعمل ايه استرتش للماسلز بتاعته.
ولما تعمل استرتش المسلز بتاعته العيان يصوت من الالم. ودي الموست سنسيتيف فايندنج قبل ما يحصل اونستر. لو لقيت الموضوع ده عيان بين اوت اوف بروبورشن، عيان عنده بين وسباسيف ستريتش وفي سيجنيفيكانت سويلنج في الايه في الليج بتاعته، وريسنت تروما زي مثلا بالتبيا فراكشر ولا اي حاجه، العيان ده شحنه على العمليات، اعمل له فشته. الدايجنوزس بتاع كومبارتمنت سندروم از ا كلينيكال دايجنوزس. از ا كلينيكال دايجنوزس. ما تستناش العيان يقول بقى عنده باراسيزيا وهايبوسيزيا وباراليسيس والكلام الحلو ده. الكلام الحلو ده كله ليت فايندنج، ولو انت استنيته يبقى انت كده ميسد ذا بوت. يعني ايه ميسد ذا بوت الانجليزي؟ انا اقول لك ميسد ذا بوت ده يعني لا خلاص فاتته الرحله، فاتوا الايه، فاتوا المركب. تمام. ف فلازم ناخد بالنا من الايه، من القصه دي. لو باراسيزيا، اول حاجه بتحصل في الايه، في الليد فايندنج. يعني دايما العيان لما بيجي يضغط عليه زي ما احنا قلنا الكاسكيد، اول حاجه التروما، السوفت تيشو دامج، الاديما والسويلنج، الانترا كومبارتمنتال بريشر بيزيد، يضغط على الفين. في الوقت اللي بيضغط عليه على الفين بيضغط برضه على النيرف، وبيبدا يحس بايه، بشويه باراسيزيا. فالبريشر اللي يضغط ويقفل فين بيقفل ايه، او بيضغط على ايه، على نيرف. تمام. فالباراسيزيا من الفايندنج اللي بتتشاف في الايه، في الاول شويه. معناها ايه؟ معناها ان في نيرف اسكيميا. آه، ممكن يحصل باراليسيس دي بقى طبعا خلاص، معنى ذلك ان النيرف اصلا مات، مش مجرد بريشر على النيرف، لا ده بقى باراليسيس خالص. ودي ليت فايندنج وخلاص، احنا ايه، احنا كده الريكفري بتاع بتاع النيرف ده مستحيل. ممكن يبقى في بالبابل سويلنج طبعا، وبريفرال بالس ابسنت، ودي ليت فايندنج زي ما قلنا. والليه، ولو حصلت اعرف انك انت داخل في ايه، في قصه امبيوتيشن. طيب العين ده هتصوره؟ اه طبعا هصوره، لان انا ايه، عندي لسه مش مشخص. لو انا ما صورتوش اصلا من الاول ومش عارف ان هو عنده فراكشر، فمحتاج انك انت تصوره علشان تشوف الايه، الفراكشر. لكن الصوره تهمك؟ ايوه الصوره تهمك. تهمك ليه؟ لو انت مش عارف العيان دوت وكلمتك الممرضه الحق العيان اللي اتحجز الصبح، صاحبك محمود حجزه وطلعه لي فوق وبلاني بيه وعمال مصدعني ومطلع عينيا. فانت اول حاجه هتشوفها ايه عن العيان اللي فوق؟ اول حاجه تبص عليها على الاكس راي. ليه؟ عشان تعرف العيان عنده ايه. طب يهمك ايه في الاكس راي؟ يهمك فيها مستوى الكومينيوشن ومستوى الفراكشر. انت راجل متعلم، مش تفتح الاكس راي عشان تقول مكسوره ولا لا. انت تفتح الاكس راي عشان تشوف الليفل بتاع الفراكشر عامل ازاي، المستوى الكومينيوشن والدمج اللي حصل في السوفت تيشو تتوقعه من مستوى الدمج اللي حصل في البون. ما هو اللي يفتت عظمه زي دي بالمنظر ده، تخيل هعمل ايه في شويه الماسلز السوفت اللي حواليه. انما لما تلاقي الكسر بتاعك بقى ايه، سيمبل وسبايرال او اوبليك، يبقى ده تويستنج انجري. غالبا ما ايه، مش هيبقى فيه سوفت تيشو دامج. تمام. طيب ده بيخليك ايه، تفكر هل العيان ده ممكن يكون كومبارتمنت سندروم، ولا العيان ده بيستعبط او عنده عاوز مدمن مخدرات وعاوز بس يشد ايه، يشد مورفين وخلاص. فده يخليك ايه، يخليك توجه دماغك على ايه، الدايجنوزس الصح. طيب. طيب انا ايه الاستاديز اللي انا ممكن تساعدني في الدايجنوزس في الحالات اللي انا مش قادر اوبتين دايجنوزس كلينيكالي؟ يعني مين الحالات دي؟ عيان مثلا بولي تروما سيديتد، عيان مثلا مش كونشس، ضايع خالص مثلا، او مثلا ادكت، او مثلا او عنده مانيا، او مش مظبوط منتلي. الناس دي كلها مثلا ايه، او انت عندك الفيزيكال اكزامينيشن فايندينج انكونكلوسيف. يعني ايه انكونكلوسيف؟ يعني مثلا عيان عنده سويلنج مودريت سويلنج، ما عندوش سيجنيفيكانت سويلنج، والبين بتاعه بيتحسن بالايه، بالمورفين. اه بيرجع يطلب تاني بس بيتحسن بالمورفين. والكسر بتاعك ما هوش كومينيوتد قوي علشان يسبب كومبارتمنت سندروم. تمام. لما تيجي تعمل باسيف ستريتش بتوجع، بس بتوجع في كل الباسيف ستريتش في كل الاتجاهات. فيعني ما انتش حاسس ان هو الكومبارتمنت الانتيريور بس هو اللي فيه المشكله، او ممكن يكون لاترال بس او البوستيريور بس. لا انت حاسس وعمال بيتوجع من كل الكومبارتمنت، وبنفس الوقت الكومبارتمنت اللي بيتوجع منها لاكس كده وسوفت. فانت ما عندكش
ايه عندكش شور دايجنوزس. وهنا بقى ايه وظيفه الكومبارتمنتال بريشر ميجرمنت. الحقيقه الجهاز ده يعني جهاز لايف سيفر. يعني ايه؟ يعني بيريحك من الدايليما دي، بيريحك من الدايليما بتاعت الدايجنوز. طبعا لو انت عندك significant finding ما تستناش، مشرطك على جلده ارحم بكتير جدا من الفلويد اللي عمال يتجمع في الكومبارتمنت سندروم، اللي الكومبارتمنت اللي جوه. مشرطك على جلده هينقذ رجليه. حلو. ما تقعدش تقول بقى انا هفتح فاشوتومي وهقعد بقى اكلم بتوع التجميل عشان يغطوه كمان كام يوم ومش عارف ايه والكلام دوت. ده كله يعني ارحم بكتير جدا من الشكوى اللي هتاخدها لو العيان ده فقد رجليه. تمام. فانت ما تستقلش بالمانجمنت بتاعك، او ما ايه ما تبخلش على العيان بالمانجمنت بتاعه، او ما تكسلش. وما تقول وما تفترضش لحسن النية. يعني ايه؟ يعني في انا في دي ده اتيتيود عند بعض الدكاترة على فكرة يا جماعة، ان هو دايما يفترض الحاجة كويسة وما يفترضش ان شاء الله هتبقى كويسة. إيه يا عم ده بسيطة ان شاء الله، يا عم ده شوية سويلنج، ما هو مكسور يا عم لازم يورم. إيه مش عارف ايه. كده دايما ايه يفترض الحاجات الكويسة بدون كلينيكال بيزس. انت لا تفترض، انت روح بص على العيان، اكزامن كل كومبارتمنت، اعمل باسيف ستريتش. لو لقيته بيتوجع من الباسيف ستريتش جامد، والعيان انت شايف الميديكيشن شارت بتاعتها مبلبع مورفين بقاله 3 4 دوزز، وانت اصلا عامل له الاينمنت كويس والجبيره كويسه. طبعا انت بتفك الجبيره، واول ما بتطلع تشوفه ما فيش حد اسمه ايه يبص عليه كده ويبص على صابع رجليه، لا فك الكاست خالص لغايه الجلد وبص على الجلد وبص على رجليه كلها. وحاسس ان الدنيا مش كويسه، اشحنه على عمليات فاشيوتومي. suspected compartment syndrome، مش لازم تقول diagnosed compartment syndrome، suspected compartment syndrome. افتح وايه وشق وريح دماغك. طيب. وعشان كده ال unequivocal positive clinical finding should prompt emergent operative intervention without need for compartment measurement. يعني ايه؟ يعني ال compartment pressure measurement ده مش mandatory. للأسف الجهاز بتاعه أصلا مش موجود في كل المستشفيات، ومش كل المستشفيات بتاع يعني مش كل ال الأماكن اللي بتعالج تروما وأورثوبيدكس بيبقى فيها compartment pressure monitor. تمام. فانت بتعتمد على الكلينيكال سنس بتاعك، بتعتمد على الكلينيكال سنس بتاعك. طيب تعالوا نقيس ازاي. طبعا احنا عندنا جهاز، في كذا جهاز للايه للكومبارتمنت بريشر ميجرمنت. في جهاز بتاع سترايكر اللي موجود في الصورة ده، وفي جهاز من كومباس اصغر شوية، وفي كمان ايه طريقة تعملها بالارتريال لاين لو ما عندكش الاجهزة دي. وهنتكلم عن كل واحدة، بس خلينا الأول نفهم البرنسبل بتاع القياس. أول حاجة جنرال، عامة أنت بتقيس في خلال 5 سنتيمتر من الفراكشر سايت. يعني ما تجيش على الفراكشر وتقوم دبب السرنجة بتاعتك في جوه الهيماتوما بتاعت الفراكشر. طبعا انت كده مش في المصل، انت بتقيس الكومبارتمنت بريشر ميجرمنت. انت بتقيس الضغط جوه الكومبارتمنت. فبتطلع تطلع فوق او تنزل تحت 5 سم عن الكسر، وبعد كده تدب السرنجه بتاعتك في الايه او الابره بتاعتك في الكومبارتمنت اللي انت عايز تقيسه. طب هو ليه 5 سم بالذات؟ ليه مثلا ما يبقاش 10 ولا 20؟ كل ما تبعد عن الفراكشر كل ما الكومبارتمنت بريشر يقل، والماكسيمم كومبارتمنت بريشر بيبقى حوالين الفراكشر سايت. واشمعنى 5 مش 4 مش 3 مش 2؟ دي كلها ايه كلام احصاء من اللي ايه من البيبرز اللي ايه اللي عملت البريشر ميجرمنت بروتوكول والحاجات دي. فهو كلام ايه رقم احصائي بحت. طيب. لو عاوز اقيس الانتيريور كوما يبقى انت القاعده الثابته انك انت تبقى على بعد 5 سم من الايه من الفراكشر بروكسيمال او ديستال. طيب الكومبارتمنت بقى، النقطة اللي هتدخل فيها في الكومبارتمنت بالنسبة للانتيريور كومبارتمنت، انت بتخش 1 سنتي لاترال للانتيريور بوردر بتاع التibia. يعني بتحس الانتيريور بوردر بتاع التibia اللي هو ده، وتيجي 1 سنتي ايه لاترال ليه، وبعد كده تخش عمودي على السكن وتدب ابرتك جوه الايه جوه الكومبارتمنت. تمام. يبقى انا كده ايه زي ما احنا شايفين ده الايه الانتيريور بوردر بتاع التibia،
جه 1 سم منها كده، وقام ايه دبب ايه ابرته عمودي جوه ايه الكومبارتمنت. التكنيك بتاع الديب بوستيريور كومبارتمنت بتيجي بقى من الميديال، يعني انت برضو بتيجي للميديال بوردر بتاع التibia، وتيجي برضو جاست بوستيريور ليها، ده الميديال بوردر. يبقى انت عندك الانتيريور بوردر بتاع التibia والبوستيريور بوردر بتاع التibia. الناس بتعمل ايه؟ بتقوم جاي على الميديال بوردر بتاع التibia كده، معلمه الانتيريور بتاعه والبوستيريور بتاعه، وبعد كده دب السرنجه لاترال للانتيريور بوردر، ميديال للبوستيريور بوردر. تمام. يبقى انت ده الايه الميديال بوردر بتاع التibia، وده الانتيريور بوردر بتاع التibia، فانت بتيجي لاترال ليها، وتيجي ده ايه ميديال ليها. طبعا مش هنا بالظبط زي ما هو رسمها كده بالظبط، بتحس كده الايه من تحت البوستيريور بوردر على طول، ما بتسيبش مسافه كبيره، بتحط ايه تحتها على طول وتدب السرنجه جوه. طيب، بعد كده اللاترال كومبارتمنت. واللاترال كومبارتمنت سهله، انت هنا بتحس الفيبولا، تحس الايه الفيبولا، وبتيجي جاست انتيريور للبوستيريور بوردر بتاع الفيبولا. لو جينا بصينا هنا، ده البوستيريور بوردر بتاع الفيبولا، تحسه من على الجلد من هنا، وتيجي ايه جاست انتيريور ليه كده، تقوم داخل في اللاترال كومبارتمنت على طول. والسوبرفيشال بوستيريور ده سهل بقى، ده خلاص ده في الكالف بتاعت المصل، تقوم جايب في نص السمانه كده، تقوم ده بالسرنجه ايه بربنديكولار عادي خالص، مفيش اي مشكله. يبقى انا عندي كده الايه الاربعه كومبارتمنت. يبقى انا الانتيريور والديب بوستيريور ليهم علاقه بمين؟ ليهم علاقه بالتibia. الانتيريور كومبارتمنت ليه علاقه بالايه بالتibia، والبوستيريور والديب بوستيريور كومبارتمنت ليه علاقه بالتibia. الانتيريور كومبارتمنت بتحس الانتيريور بوردر والبوستيريور بوردر او الميديال بوردر بتاعه الايه التibia، وتعلمهم كده بالايه بالقلم. وبعد كده تيجي ايه سنتي قدام وسنتي ورا. سنتي قدام هيجيب لك الانتيريور كومبارتمنت، سنتي ورا يجيب لك الديب بوستيريور كومبارتمنت. كده يبقى باقي لك مين؟ كده يبقى باقي لك اللاترال كومبارتمنت، تحس الفيبولا، وتحس الفيبولا من البوستيريور بوردر بتاعها، وتطلع سنتي ايه سنتي قدام. وبالنسبه للبوستيريور سوبرفيشال بوستيريور كومبارتمنت، ده الميدل بتاع القلف، عادي تنام العام برون، وتقوم ايه غزه بالايه بالابره بتاعتك في الايه في قلب السمانه. طيب، اجهزه القياس. القياس بتاع الكومبارتمنت بريشر اشهرهم هو جهاز سترايكر، ده الحقيقه ده مشهور جدا جدا جدا. آه وسهل. هو عباره عن ايه؟ عن بري فيلد سيرنج كده. الفكره ايه؟ الفكره ان هو بيقيس الضغط عن طريق ان هو يحقن جوه الكومبارتمنت شويه فلويد، شويه صلاين. يبقى يزق بالسرنجه دي شويه صلايم، ويشوف الريزيستنس اللي جايه قدام الزق بتاع الفلويد ده. الريزيستنس دوت يدي لك علامه عن ايه، يسمى عندك في الايه في الشاشه دي للبريشر بتاع الايه بتاع الكومبارتمنت. فهي عباره عن بري فيلد سيرنج، جواها ايه جواها فلويد، بتتحط جوه الجهاز ده. والجهاز ده طبعا مزود بسنسور معين يقرا لك الايه البريشر هنا. فانت بتحقن بالنيدل ديت جوه الايه الكومبارتمنت، وتقوم قاري طبعا بتضغط على زيرو الاول عشان تصفر العداد، وبعد كده تضغط تحقن شويه فلويد، فتلاقي على طول الايه العداد بيقرا الايه الكومبارتمنت بريشر بتاعك. ده الجهاز اللي احنا بنستخدمه هنا في الان اتش اس، وموجود عند معظم المستشفيات، اللي هو الجهاز بتاع كومباس، وهو صورة مصغرة من ايه من الجهاز بتاع سترايكر. بس هو بدل ما بتحط السرنجة جوه الجهاز، لا هو انت بتاتاتش السرنجة للجهاز. فانت بتاتاتش السرنجة هنا، وتاتاتش نيدي العادية خالص هنا. يعني هو الجهاز بيجي لوحده في كيسة بالايه بالمنظر ده كده، واحنا نقوم جايبين اي سرنجة نقوم ايه موصلينها هنا، وجايبين اي نيدل وموصلينها ايه موصلينها هنا. طبعا بيفضل الايه الجرين نيدل اللي هي 18، مش الايه مش الصغيره، علشان تدخل جوه ايه جوه المصل، تبقى عندك نيدل كبيره تقدر توصلها للايه للمصل. وبرضه لما بتضغط هنا بتصفره، وبتملى السرنجه دي بتبقى فيها صلاين، وتحقن 3 شرط. تحقن 3 شرط صلاين جوه الكومبارتمنت، طبعا في الاماكن اللي احنا قلنا عليها، وزين 5 سنتيمتر من الفراكشر، 1 سنتيمتر لاترال للانتيريور بوردر للانتيريور كومبارتمنت، 1 سنتيمتر او جاست بوستيريور للميديال بوردر بتاع الايه التibia علشان الديب بوستيريور، او دايركت لاترال
يعني anterior للبوستيريور بوردر بتاع الفيبولا علشان اللاترال كومبارتمنت، او في الميد كالف لو انا عايز السوبرفيشال بوستيريور كومبارتمنت. ولازم تحفظوها يا جماعه كده. طيب، بتحقن 3 شرط وتستنى الرقم دوت ايه يسمع معاك الايه البريشر. يبقى هي نفس البرنسبل انك بتدي فلويد جوه الكومبارتمنت، والفلويد دوت بيلاقي مردود بسبب البريشر جوه الكومبارتمنت يعلم معاك في الايه في الجهاز. الطريقه بقى اللي ايه اللي انت لو انت مش موجوده عندك اجهزه زي ديت ممكن تستخدمها. اي نعم، هي يعني ايه يعني معقده شويه، لكن هي طريقه اثبتت فعاليتها الحقيقه في الاماكن اللي ما فيهاش كومبارتمنت بريشر ميجرمنت. والطريقه دي بنستخدم فيها الارتيريال لاين سيت. تروح لبتاع التخدير في العمليات تقول له والله انا عاوز ارتيريال لاين سيت. هيعمل لك ايه؟ هيجيب لك ست كده فيها حاجه اسمها بريشر ترانسديوسر دي، وفيها طبعا صلاين باج، وفيها بريشر باج. البريشر باج دي زي ايه؟ زي كيسه كده متوصله بكف بتاعه بريشر، بيتحط فيها ازازه الصلاين ويضغط على 300 علشان يفضل ضاغط على ازازه الصلاين عشان ايه يمشي الفلويد جوه الايه جوه اللاين. والبريشر ترانسديوسر ده بيبقى متوصل بالسكرين بتاعه الايه بتاعه البريشر. مونيتور كده بتقيس لك الضغط. يعني هنا هنقيس الايه هنقيس الضغط. وفي نفس الوقت متوصله بلاين وصلاين فيلد فلويد، واللاين ده موجود جواه ايه جواه نيدل. طيب، النيدل ده المفروض العيان يكون على نفس الليفل بتاع البريشر ترانسديوسر، وتحط الايه النيدل في الايه في الكومبارتمنت. هيقرا لك على طول الايه البريشر هنا. هيقرا لك الايه البريشر هنا بتاع الايه بتاع الكومبارتمنت. عن طريق ايه عن طريق البريشر ترانسديوسر. الفكره هي نفس القصه. هو الفلويد هنا بيبوش فلويد جوه الايه جوه التيوب ديت، ومردود الفلويد ده من الكومبارتمنت بريشر بيسمع بالبريشر ترانسديوسر. يبقى البريشر ترانسديوسر فيه سنسور هو ده اللي يقرا الايه البريشر اللي راجع بتاع الكومبارتمنت. ودي طريقه بتاعه الايه في طريق في ال على فيميو في فيديو بيشرح طريقه الارتيريال لاين. فانا مش ايه مش هقعد بقى ايه اشغله. انا كده شرحت لكم الايه الفكره. لو حد عاوز يشوفه يتفرج عليه. بس يعني الموضوع بيختلف من كل بلد لبلد، لان والارتيريال لاين سيستمز بتختلف، وبتختلف طريقه تركيبها. فانا رايي انك انت تروح لدكتور التخدير. لو انت عاوز تعرف الطريقة تروح لدكتور التخدير في العمليات، واحد صاحبك حبيبك، وتقول له بتوصل الارتريال لاين ازاي. وزي ما هيوصله هو في الارتري انت هتوصله في الكومبارتمنت. موضوع بايه سو سيمبل يعني. عايز تعرف منه الترانسديوسر بيتوصل ازاي وبيتعمل له ريست ازاي، والايه الفلويد بتوصله ازاي. نيجي نتكلم بعد كده على الدايجنوز. طبعا زي ما قلنا اهم حاجه الكلينيكال اكزامينيشن. هي كلينيكال دايجنوزس يا جماعه مش ميجرمنت. تمام؟ امتى اعمل ميجرمنت؟ لو انا مش قادر اوصل كلينيكال. وامتى ما تبقاش قادر توصل كلينيكال؟ عيان مثلا سيديتد انتيوبيتد، عيان انكونشس، عيان ماد منتالي ديستربد، عيان طفل مثلا، عيان obtunded ده يعني اللي هو ايه اللي هو عنده decreased level of consciousness مش completely loss. طيب، وهو غالبا بنعمله في الانتيرو كومبارتمنت. هي اللي تهبط عن تحت السكن، وهي اللي ستيك على البون بتاعت التibia، وقريبه جدا من التibia. فالتibia لما بتتكسر هتعور مين؟ هتعور اللي جنبها، مش هتعور اللي بعيد عنها يعني. طيب، بيقول لك higher spatial variation in compartment pressure measurement are found. الكلمة دي معناها ايه؟ معناها انك انت لما تيجي تقيس الكومبارتمنت بريشر
على بعد 5 سم وعلى بعد 10 سم وعلى بعد 12 سم وعلى بعد 13 سم، هتلاقي في اختلاف كبير جدا في القرايات. وعشان كده هم حطوا ستاندرد، ان الستاندرد يكون within 5 سنتيمتر within the central aspect of the muscle belly. تمام. علشان القياس ما يبقاش فيه اختلاف ما بين الايه، ما بين الناس. لو قعدت بقى ايه، واحد يحط النيدل على بعد 1 سم، واحد يحط النيدل على بعد 2 سم، واحد يحط النيدل على بعد 3 سم، كل واحد على حسب مزاجه، طبعا غلط. لازم تستندرد، لازم تحط ستاندرد علشان الارقام بتاعتك اللي هتستخدمها في الدايجنوزس تبقى على الستاندرد. طيب، في حاجه هنا اسمها الكونتينوس انترا ماسكولار كومبارتمنت بريشر مونيتورنج. الناس اللي هم عندهم مشكله في الدايجنوزس وانت مش عارف توصل لدايجنوزس، بتقيس الكومبارتمنت بريشر. بس قياسك للكومبارتمنت بريشر بيبقى قياس لحظي، يعني انت بتقيسه دلوقتي. بس في طريقه للكونتينوس بريشر انترا ماسكولار كومبارتمنت بريشر مونيتورنج، ان انت تفضل موصله بالارتريال لاين ده، والجهاز عمال يقرا لك الارتري البريشر كل شويه. ودي افضل طريقه للدايجنوزس للحالات اللي هم سيديتد في الايه، في الاي سي يو. وعشان كده الكونتينوس انترا ماسكولار كومبارتمنت بريشر مونيتورنج، ده احنا بنقول مونيتورنج مش ايه، مش ميجرمنت. انت بتمونيتور على ايه، على تايم كونتينوسلي. وده هايلي سنسيتيف وسبيسيفيك. طيب، وهنا في سؤال على القصه دي، بيقول لك ايه؟ يقول لك انت دلوقتي بيشنت، انت عمل له فور كومبارتمنت فاشيوتومي، او انت ايه، هتعمل له كومبارتمنت فور كومبارتمنت فاشيوتومي وانترا بدالر فيكسيشن، وبين انتيوبيتد وسيديتد لمده 3 ايام. هو بيسأل بقى على ايه، على الطريقة الافضل في قياس الموست سبيسيفيك والموست سنسيتيف ميثود عشان تكتب الكومبارتمنت سندروم في الناس السيديتد. طبعا الكونتينوس مش وان تايم نيدل ميجرمنت ابون ارايفل الاي سي يو، لازم يبقى فيه كونتينوس مونيتورنج للكومبارتمنت بريشر. ماشي، ده العيان اللي داخل الاي سي يو. طيب، نيجي نتكلم على التريتمنت. اول حاجه، امتى نوبزرف؟ نقول لا يا جماعه انا مش هعمل فشوتومي، العيان ده ممكن نمشي اوبزرفيشن عادي. انت بقى ايه، امشي العيان دوت ايه اوبزرفيشن وما عملوش ايه عيان والله مورم شويه وبيتوجع وبين، وانا شاكك في كومبارتمنت سندروم بس مش متاكد. فهعمل ايه؟ هقيس الكومبارتمنت بريشر. وبعد ما بتقيس الكومبارتمنت بريشر تدب النيدل وتاخد القرايه، ده اسمه الانترا كومبارتمنتال بريشر. تقوم جايب جهاز الضغط وقايس ضغط العيان، وجايب الدايستوليك نمبر بتاعه. تمام، لو هو 120 80، 120 80 ده ضغطه، يبقى ده ضغطه ال 80، الايه الدايستوليك هيبقى 80. فانت قست الضغط لقيت الدايستوليك بتاعه 80، وجبت النيدل بتاعتك ووصلتها بالارتريال لاين او بالجهاز سترايكر او جهاز كومباس، وقست الايه الكومبارتمنت بريشر، لقيته كام؟ لقيته 40. طيب، ده رقم كبير. 40 ده رقم كبير، بس الفرق بتاع العيان ده كام؟ 80 من 40 يبقى 40. يبقى اذا الدلتا بريشر اللي هو الديفرنس ما بين الدايستوليك براد بريشر والانترا كومبارتمنتال بريشر 40. وده كافي ان هو يحصل برفيوجن للتيشو. بنسميه الماسل برفيوجن بريشر، الماسل برفيوجن بريشر اللي هو الدلتا بي او الدلتا بريشر. ده الماسل برفيوجن بريشر. معنى ذلك ايه؟ معنى ذلك ان احنا لو رسمنا الارتري اهو، سوري، ادي الارتري اهو، ودي الماسوره المخرمه بتاعه الكابيلاريز، وادي الفينا اهو. حلو. وعارفين ان الضغط هنا 30 والضغط هنا 10. يبقى اذا الماسل برفيوجن بريشر الفرق كام؟ الفرق 40. يبقى انا لو انا عندي ضغط انترا كومبارتمنتال بريشر 40 هنا، وعندي ضغط هنا 80، يبقى اذا لسه في ضخ دم شغال جوه الايه، جوه الكابيلاريز. يبقى اذا الفرق ده هو ايه؟ هو الفرق الحقيقي اللي بيدي لك فكره عن البرفيوجن بتاع التشو. ليه؟ لان كل ما بيزيد الفرق كل ما بيزيد قوه ضخ الدم، وبالتالي يزيد الايه، الفلويد الطالع من الايه، من الكابيلاريز هنا.
يبقى هنا لما يبقى 30 80 هنا مش هيبقى 30 بقى، هنا هيبقى ايه اعلى من ايه، اعلى من 30 بكتير. طيب تعالوا نشوف واحد تاني. لو واحد تاني مثلا ضغط الدم بتاعه هو بقى ايه 90 60، جاي بقى متنيل ب 60 نيله بقى، مخبوط ومتعور وبينزف كتير، فهو ضغطه كام؟ ضغطه 90 على 60. فالدايستوليك كام؟ الدايستوليك بتاعه 60. جبت انت النيدل رشقتها في الكومبارتمنت وبتقرا من على الشاشه، قريت على الشاشه كام؟ قريت على الشاشه 40. فرقنا بقى كام؟ بقى 20. يبقى اذا العيان ده ات ريسك. ليه؟ لان الدلتا بريشر بتاعه اقل من 30، وبالتالي البرفيوجن بتاعه ضعيف جدا، وبالتالي العيان ده محتاج ايه؟ محتاج فشوتومي. تمام. يبقى انا ده ايه؟ ده الناس اللي هم عامل لهم ايه اوبزرفيشن، اللي عامل له اوبزرفيشن لما اقيس الدلتا بريشر والاقيه اكتر من ايه؟ اكتر من 30. طيب الباي فالفنج ذا كاست ولوزنج السيركمفرنشال دريسنج ده مش منديكيشن، مش تريتمنت للايه للكومبارتمنت سندروم، ده انيشال تريتمنت لو سسبكتنج كومبارتمنت سندروم. واحد جاي بكاست تايت عمال بيصوت، بتوجع صوابعه مرمه جدا، فاول حاجه لازم تعملها ايه؟ تبقى يفالف الكاست. ولازم تاخد بالك من كلمه باي. باي معناها انك انت لما تيجي تفتح الكاست ما تفتحوش مع فتحه واحده، لازم تفتحه فتحتين. لان بالعقل كده انت لو عندك تايت سيركل وجواها بريشر، ايه الافضل؟ انك انت تشقها شقه واحده ولا تشقها شقتين؟ طبعا لازم تشقها شقتين. لما تشقها شقه واحده هي ستيل سيركل بس مفتوحه من ناحيه واحده، انما لما تتفتح من ناحيتين يبقى كده لوست الاستابيليتي بتاعت السيركل، وبالتالي السيركل ايه؟ فتحت خالص. يبقى انت الهدف منك انك انت تباي فالف الكاست، معناها انك انت تريليز البريشر على قد ما تقدر، مش مجرد انك انت تشق شقه واحده بس. لانك انت حتى لما تشق شقه واحده وانت حاطط تايت كاست وريجيد كاست ومالتيبل لايرز، مع الشقه الواحده دي ما بتشيلش اي بريشر، يعني مينيمال بريشر هو اللي بيتشال. ليه؟ لان السيركل لسه ايه؟ ستيل انتاكت. امتى تريليز؟ لما تشقه من ناحيتين. طيب ولما تشق الكاست يا جماعه لازم توصل للجلد. ما ينفعش مثلا تقوم جاي شاقي الجبس بس وسايب بقى القطن بتاعك والايه والوول اللي حوالين الايه الرجل زي ما هو. ليه؟ لانه ممكن البريشر يكون من الوول ده. فانت لازم لما تيجي تشق جبس لازم تشيل كل اللاير لغايه لما تشوف السكن. تمام. طيب لما تيجي تسبلنت انكل ما بين الايه النيوترال والريستنج بلانتر فليكشن اللي هو 37 درجه، ده الاول بالابحاث ان دي بتقلل الانتر كومبارتمنتال بريشر، بدل ما تقعد اي عامل دورز فليكشن قوي فانت تبقى عامل كونتراكشن جامد للماسلز، ولا لا بلانتر فليكشن قوي تبقى عامل ستريتشنج جامد للماسل وايه وعامل له بين، فبتسيبه بس ايه حاجه كده ايه مودريت في النص. الهايبر باريك اوكسجين ثيرابي ده يعني حاجه بتزيد يعني ما مش مهمه يعني، بس هو عامه قصه كده بيقول لك انك انت لو قعدت العيان في هايبر باريك اوكسجين يعني خليته يتنفس 100% اكسجين في اوضه فيها بريشر عالي، يعني اكسجين ده اندر بريشر و100% اكسجين، ده بيزود الاكسجين ديفيوجن جريدينت. بس ده طبعا لا يغني عن الايه؟ عن الفاشيوتومي. ده لا يغني عن الفاشيوتومي، لازم تحل المشكله الاول وبعد كده تعالج في الايه؟ في المشاكل. فالحاجات دي كلها مش ايه؟ مش علاج، ده حالات، حاجات انت بتعملها غير انك انت بتعمل فاشيوتومي. طبعا التريتمنت الاوحد هو الامرجنت فاشوتومي لكل الفور كومبارتمنت. وما ينفعش مثلا تقول انا شاكي في الانتيريور كومبارتمنت، البوستيريور كومبارتمنت انت كده كده مدخله عمليات، انت كده كده هتفتح رجله، فاللي يخليك تشق واحد شق الاربعه. بس انت مش هتشق الاربعه من 100 انسجن، انت هتشق الاربعه من انسجن واحد او من اتنين انسجن بس. فانت كده كده لازم تفتح الايه؟ الفش. امتى اعمل ده؟ لو انا متاكد بقى الدايجنوزس بتاعك العام سيفير بين اوت اوف بروبورشن، كسره ما يستاهلش ان هو يصوت التصويت ده كله، وكمان عنده ايه؟ عنده significant soft tissue swelling وبين مع باسيف ستريتش، خلاص كل الحاجات بتقول ان هو ده كومبارتمنت سندروم. طلع العيان على عمليات وافتح اعمله ايه؟ كومبارتمنت. شاكك؟ جيب جهازك، قيس البريشر جوه الكومبارتمنت،
جيب جهاز الضغط، قيس الضغط بتاع العيان، وتشوف الدلتا بريشر كام. الدلتا بريشر مهم، اهم من انك انت تحسب الانترا كومبارتمنتال بريشر بس. ليه؟ لان حتى لو انت جبت رقم كبير زي ما وريتكم كده، العيان اللي عنده ضغطه 120 80، 120 80 اللي هو الضغط العادي الطبيعي بتاع اي بني ادمين، وانترا كومبارتمنتال ابسوليوت انترا كومبارتمنتال بريشر عالي جدا واصل ل 40، ولسه ستيل عنده برفيوجن كويس. ليه؟ لان البرفيوجن يعتمد على الفرق بين الدايستوليك بلاد بريشر والكومبارتمنتال بريشر. طيب، جوه العمليات الدايستوليك بلاد بريشر بيقل، فلا يعتد بيه دلوقتي. لازم تاخد بالك الدايستوليك بلاد بريشر في واحد كويس ما يكونش اصلا ضغطه قليل علشان هو واخد انستيزيا ودكتور البنج منيمه ومقلل ضغطه. طيب، يهمك ايه؟ يهمك البري اوبراتيف، اللي هو الايه اللي من غير اي تدخل من دكاتره التخدير. طيب، ايه الكونترا انديكيشن؟ لو العيان ميست، العيان اللي ميست ده يا جماعه لازم تسيبه، اوعى تفتحه. لو هتفتحه يبقى انت كده ضيعت رجليه. العيان اللي جاي لك بميزد كومبارتمنت سندروم، خلاص هو عدى البوت بتاع الايه، عدى البوت بتاع الفاشيوتومي، فخلاص ده ما يتفتحش. انت بتسيبه يسيتل داون، ساعات ممكن ينجو ويبقى عنده ديفورميتي زي اللي احنا شايفينها في الايه في الصوره كده، اللي هي اسمها فولكمان اسكيميك كونتراكشر، او في الهاند بتبقى شكلها عامل كده، كلوينج يعني في الايه في التوز. وممكن يعدي ويفضل عنده بس ديفورم، وممكن يفضل ايه يوصل لايه للكومبليكيشن الكبيره ان هو يحصل جانجرين وايه ونكروزس ونحتاج امبيوتيشن. فانت الامرجنت فاشوتومي دي انديكيتد في الحالات الاكيوت كومبارتمنت سندروم، عيان محجوز عندك لسه مكسور دلوقتي او مكسور امبارح وبيصوت. طيب، طبعا زي ما قلنا في سبيشال كونسيدريشن للبيدياتريك، علشان انت ما هم ما بيقدروش يتكلموا ويعبروا عن نفسهم، ولذلك لو شاكك اعمل فاشوتومي على طول، او قيس الكومبارتمنت بريشر لو عندك الجهاز. الافضل طبعا انك انت تقيس قبل ما قبل ما تاخد قرار الفاشيوتومي لو انت عندك الايه الجهاز، انما للاسف من الناس ما عندهاش الجهاز، ولذلك نصيحه، اللي شغال في مستشفى بيعالج حالات تروما كتير وما عندوش جهاز البريشر ميجرمنت ده، كومبارتمنت بريشر ميجرمنت ده، يشوف جهاز الارتيريال لاين، يتكلم بس مع الدكتور التخدير بيوصله ازاي، لان مش هتلاقي حد يوصله لك. طيب، والهيموفيليا، الهيموفيليا قبل ما تقيس الكومبارتمنت بريشر لازم تديله فاكتور 8، توقف توقف البيت. طيب، ايه التكنيك بتاع الفاشيوتومي؟ الستاندرد بروتوكول هو الدول انسيجن. دول انسيجن يعني ايه؟ ميديال ولاترال انسيجن، ده الستاندرد، وده النصيحه لازم تتعلموه. السنجل انسيجن ده مش الستاندرد بتاع الناس كلها، الستاندرد هو الايه الدول انسيجن، وده اللي ريكومندد في الجايد لاينز العالميه كلها. طيب، الانسجن دوت بيبقى ازاي؟ بيبقى فيه عندنا انترولاترال انسجن وبوستروميديال انسجن. فاكرين النقطة اللي احنا كنا بنقيس فيها البريشر ميجرمنت بتاع الكومبارتمنت؟ هي دي نفس النقطة اللي احنا هنفتح الانسجن بتاعنا فيها. فانت عندك اول حاجة الانترولاترال انسجن، شوف الايه الهيد بتاعت الفيبولا والفوق وتحت، وده الايه البوردر بتاع الايه الفيبولا. ممكن تيجي بوستيريور ليه شو سوري انتيريور ليه شويه، او حتى ايه عليه. طبعا يهمك فين لما تفتح الانسجن ده، اللي انت تخاف منه هو السوبرفيشال بيرونيال نيرف. طيب، طبعا بتفتح السكن وبعد كده بتدايسكت علشان تفتح الانتيريور كومبارتمنت، والدايسكت عشان تفتح الايه اللاترال كومبارتمنت، وهنعرف دلوقتي ايه ازاي. طبعا الانتيريور كومبارتمنت بيبقى في خلال 1 سنتي قدام الانترماسكولار سيبتم، واللاترال كومبارتمنت بيبقى 1 سنتي ورا الانترماسكولار سيبتم. البوستروميديال انسجن، التكنيك بتاعك انك انت طبعا هنا اللي بتخاف منه مين؟ السافنس فين ونيرف، بيبقوا تحت الجلد. فانت بتفتح سوبر فيشال بوستيريور كومبارتمنت،
وطبعا بتحس البوستيريور بوردر بتاع الايه بتاع التibia، وتروح بوستيريور سنتي ايه سنتي سنتي بوستيريور ليه. اهم حاجه في الايه في الانسجن بتاعك ده انك انت ازاي هتوصل للديب بوستيريور كومبارتمنت. وعشان توصل للديب بوستيريور كومبارتمنت لازم تديتاتش الايه السوليال بريدج اللي هو ده. زي ما احنا شايفين هنا السوليس داخله عامله انسيرشن في البوستير بوردر. فانت لازم تديتاتش السوليس من على البوستير بوردر بتاع التيبيا. وبعد كده اول ما تسلكها بتلاقي نفسك دخلت على الايه على الفليكسور هاليشوس لونجاس على طول. طيب على الفليكسور ديجيتورم لونجاس. آه، فانت بتديتاتش السوليال بريدج من الباك بتاع التيبيا علشان تديكمبريس الديب بوستيريور كومبارتمنت. طيب بالنسبه للانترو لاترال كومبارتمنت، انت لما بتفتح الانسجن بتاعك ده بتفتح تقريبا على الانتر ماسكولار سيبتم بتاع الانتيريور كومبارتمنت واللاترال كومبارتمنت، وعشان كده بتستخدمه بترجع ورا خطوه عشان تفتح اللاترال كومبارتمنت، تطلع قدام خطوه تفتح الانتيريور كومبارتمنت. انما البوستيريور ميديال البوسترو ميديال انسجن انت بتحتاج تفتح وتخش ديب علشان توصل للديب بوستيريور كومبارتمنت، وتخش بوستيريور علشان ايه تجيب السوبرفيشال كومبارتمنت. طيب بالنسبه للدول انسجن انت بتحط دريسنج، ممكن بعد كده تعمل ديليد برايمري كلوجر او تعمل سكين جرافت على حسب الايه البوليسي. هنا في الان اتش اس كلهم بيعملوا سكين جرافت، ما بيحبوش قصه انك انت تعمل ايه تعمل الجرادوال كلوجر عن طريق الشو ليس تكنيك ده، ولا بيحبوا انك انت تسيبه وتجيبه بفاك وبعد كده تعمل له ديليد كلوجر. هما بيحبوا انك انت تحط له ايه جرافت على طول من الايه من الاول في خلال 3 ل7 ايام بعد الديكمبريشن. طبعا الايه الميزه بتاعت الايه بتاعت الانسجن ده الانسجن ده ان هو ايزي انك انت تعمل اكسلنت اكسبوجر، بس محتاج مشكلته ان هو محتاج انك انت بدل ما تفتح انسجن واحد بتفتح انسجنين عرض طبعا انفكشن اكتر. ده المنظر بتاع الايه بتاع البوستروميديال انسجن. تيجي ورا البوستير بوردر بتاع الايه بتاع التibia تفتح السكن. بعد ما تفتح السكن بتفتح الايه الفشه. بتفتح الفشه من ورا البوردر بتاع الايه بتاع علشان تديتاتش الايه البريدج بتاع الايه بتاع السولياس. بتديتاتش البريدج بتاع السولياس تقوم داخل على الايه على الديب بوستيريور كومبارتمنت. ولما تيجي بنفس من نفس الفتحه بتاعت السكن بتروح بوستيريور شويه علشان تفتح الايه الفشه بتاعت السوبرفيشال كومبارتمنت. يبقى انت كده فتحت الشق قدام وشق ورا. في ناس بقى بتقوم فاتحه شق واحد وتنها تسلك بصوابعها فوق وتحت، ده غلط. الصح انك انت تفتح شقه على الكومبارتمنت اللي انت عايز تعمل له ريليز، وكل واحد بالشق بتاعه. طيب ال ال الانترولاترال ابروتش زي ما احنا قلنا انك انت بتشوف الايه الهيد بتاعت الفيبولا والايه واللاترال مالس وتقوم فاتح السكين انسيجن بتاعك عليها. وبعد كده بتطلع قدام علشان ايه علشان تسلك الانتيريور كومبارتمنت، وترجع ورا علشان تسلك الايه اللاترال كومبارتمنت. طيب ده بالنسبه للايه للدول ايه انسيجن. في عندنا طريقه تانية اسمها السنجل لاترال انسيجن، ودي الطريقه اللي انا بقول لكم محدش يستخدمها. السنجل لاترال انسيجن ايه بتيجي برضو نفس الانسيجن بتاعك اللي هو من الهيد بتاعت الفيبولا لغايه الايه لاترال مالس، افتح السكن سبكوتينيوس وبتايدنتيفاي طبعا السوبرفيشال برونيال نيرف، وتعمل ايه تعمل فاشيوتومي للانتيريور كومبارتمنت واللاترال كومبارتمنت، وتعمل فاشيوتومي برضو للبوستيريور كومبارتمنت. طب ازاي؟ خلينا ناخد التكنيك. اول حاجه بتفتح الايه الانسجن بتاعك، بعد كده نفس التكنيك بتاعك اللي احنا اتكلمنا عنه في اللاترال كومبارتمنت، تطلع قدام تفتح الانتيريور ترجع ورا تفتح اللاترال. وبعد كده دايسكت تمور هنا، تعمل اندرمايننج للايه السكن، تنيك تدايسكت كده اندرمايننج السكن تحت لغايه لما توصل للايه للبوستيريور كومبارتمنت هنا، للسوبرفيشال كومبارتمنت هنا. طيب الديب كومبارتمنت هتجي له ازاي؟ الديب كومبارتمنت هتجي له من هنا بالظبط كده.
وكده توصل للايه للفليكسور هالشز لونجس. طيب انا اعرف ازاي يا جماعه الدنيا كلها مصل، اعرف ازاي ان انا وصلت لفليكسور هالشز لونجس؟ بس تعمل ايه، تعمل فليكشن واكستنشن للايه للبيك 2، هتلاقي العضله بتتحرك معاك، فتعرف ان انت على الفليكسور هالشز لونجس على طول. دي طريقه الكلوجر. في ناس بتستخدم الالاستيك باند ديت بتاعه الفيزل لوبس اللي احنا بنلفها حوالين الفيزل، مثلا لو ايه بتوع الفاسكولار بيستخدموها، ويحط ستيبلز كده على طروف الايه الجرح، ويستخدم اللوس شوليس تكنيك، ان هو انت كانك بتربط الايه الجزمه، وكل يوم يشد شويه، كل يوم يشد شويه، فبيعمل جرادوال كلوجر للايه للفاشوتوم. او الطريقه التانيه انك انت تسيبه مفتوح، وتحط ايه فاك دريسنج، والتنيك شغال بالفاك، وتعمل بعد الفاك انك تعمل له سكندري كلوجر لو لقيت ان هو ايه كشكش، لان الفاك بيحاول يشفط الانسجه ويشفط الفلويد اللي طالع، ويحاول بيابروكسيميت الايدج بتاع الوند، فتعمل له بعد كده سكندري كلوجر او سكندري ستيتشنج يعني، او تحط عليه جرافت بعد كده لما ايه لما تشيل الفاك. الفاك كمان بيساعد على تكون جرانيوليشن تيشو كويس جدا، تعمل بيد كويسه جدا للجرافت. ودي طريقه الايه جرافت، بتاخدها من الثاي وبتحطها سبليت سيكنس جرافت على الماسلز عادي خالص. طبعا مش احنا اللي بنعملها، بتوع التجميل اللي بيعملوها. ومهم جدا انك انت لما تيجي تريح العيان ده بوست اوب، تحط الايه الليج في نيوترال فليكشن كده، علشان لما بيحصل ماسل نيكروزس بيحصل كونتراكشر، والكونتراكشر بتاعها لما يجي للماسل في الوضع المظبوط بتاع الويت بيرنج، ده مش هيسبب مشاكل للعيان. انما لو سبته في بلانتر فليكشن هيحصل له ستيفنس وكونتراكشر في البلانتر فليكشن، ده مش هيعرف يدوس. وبكده نبقى خلصنا الليج كومبارتمنت سندروم. اتمنى ان الناس تكون فهمتها. والمحاضرة الجاية هتبقى محاضرة سريعة عن الفاشيوتومي في الديفرنت ايه بارتس بتاعت البودي. مش هنتكلم بقى تاني عن الكاسكيد، ولا على الدايجنوزس، ولا على الايه الميجرمنت، الكلام ده كله مكرر. احنا هنتكلم على ازاي نعمل فاشيوتومي، فهي عمليات فقط. اشوفكم على خير ان شاء الله.